اللي اتعمل مع زيزو ماشي وهيتعمل معاه، ماشي، واللي اتعمل مع رمضان وهيتعمل معاه، واللي اتعمل مع الحضري وهيتعمل معاه، اقسم بالله ما يجي 1% من اللي اتعمل في امام. يا مساء الورد، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ حلقه جديده من بودكاست كاونتر اتاك. معاكم كريم هشام ومحمد جلال. حبيبي جدا، عامل ايه يوم؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ المره دي وحشني بجد. ناوي على ايه المره دي؟ 3 اسابيع مش انا اللي ناوي. ماشي. ضيفنا ضيفنا شخص من وجهه نظري مثير للجدل جدا. عمل حاله، فرض نفسه على الناس اللي ما بتحبوش قبل الناس اللي بتحبه. بالظبط. تمام. قدر يخلي كل الصفحات وكل الناس بعد كل ماتش سواء الاهلي او الزمالك او المنتخب بتشار فيديوهاته. اهلاوي زملكاوي بيحبه، كل الناس بتحبه، ابويا بيحبه. زملكاوي. طيب انا عندي الاول 3 سلامات. الف سلامه الاولى للقندوسي، الف سلامه. اتعرض لاصابه وحشه جدا، فالف مليون سلامه. يقوم انا يعني يمكن هو ما يشوفش ده اصلا، بس احنا يعني واجب يعني الف سلامه. الف سلامه. تاني سلامه الاسلام. عامل ايه اسلام؟ الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله. بمناسبه القندوسي هبعت له الحته دي، ما تقلقش. ماشي. هنوصل ان شاء الله. الف سلام عليه طبعا يعني. الف سلام عليك انت الاول. الله يسلمك. انا عرفت ان اسلام يعني كان عامل عمليه، بس انا عرفت ده من 2-3 فالف سلام عليك. وشكرا ان انت جيت. والله بجد والله بجد احنا مقدرينها جدا والله. اخرت كتير مش متخيل. وبعدين انت اي حد تقريبا بقى لنا 3 شهور تقريبا. اي حد كل الاخيره وفيها خيره. اي حد بيجي لنا وبيقدرنا وبيجي لنا يعني بيخبط لنا المشوار، والله على راسنا من فوق. لا طبعا انتوا يعني انا اصلا طريقه تعاملكم معايا من البدايه فيها تقدير ليا. الله يكرمك. فبالنسبه لي انا مش جاي انا قاعد مع ناس صحابي وناس اخواتي، انا لا بيهمني هي شهادات قد ايه ولا الكلام ده. احنا جايين نتكلم في الكوره مع ناس فعلا بجد ناس محترمه. انا مبسوط معاك والله العظيم. ربنا يبارك لك. اخر الف سلامه لوالدتك. انا عارف انها تعبانه. انت كده مراقبني. لا انت ما اعتذرت لي من مره اخيره، قلت لي مامتي في المستشفى وبتاع، فالف مليون سلامه يا رب تكون كويسه. الله يسلمك، ومبسوط قوي ان انا معاك، وان شاء الله نعمل حلقه كده تعجب الناس باذن الله. ومبسوطين مع ابو الكباتن حبيبي ان شاء الله نعمل حلقه كويسه باذن الله. جلال والناس الجميله طبعا اللي ورا الكاميرا. عايزين برضو نقول بقاء لله برضو في ابراهيم شيكا. طبعا الله يرحمه. انا نسيت على فكره انا لعبت معاه كوره. دي غلطتي. لعبت معاه كوره كتير. جلال بيلعب كوره على فكره. لعبنا طبعا لعبنا في كذا بطوله مع بعض، بطولات وديه كده، بس كان ونعم الاخلاق يعني. فالله يرحمه، ربنا يصبر قلبه. ما استحملش اشوف الفيديوهات اللي بتشتغل دي بصراحه. لا يعني ربنا رحمه. ربنا يرحمه. الحمد لله. ربنا يجعل مرضه ان شاء الله مغفره ليه. بالظبط ان شاء الله باذن الله. هنبدا بايه؟ انا عندي سؤال حديث الشارع الرياضي النهارده. خش. بس مش زيزو، خلي زيزو تاني حاجه. ده حديث كل الشوارع. حديث كل الشوارع. خليها قول لي شفت ازاي ماتش الاهلي وبيراميدز الاخير؟ انا عارف ان انت عندك مشاكل مع مارسيل كولر الفتره الاخيره، مش حابب طريقته، مش حابب ان هو واقف على الخط ما بيوجهش اللعيبه، وما بقاش في حميه زي الاول، مع ان مارسيل كولر ما فيش حد بيختلف عليه. الراجل واخد ابطال افريقيا، واخد دوري، واخد كذا بطوله. فانت قول لي شفت الماتش ازاي، وقول لي كان مين احسن لاعب في الماتش، وقول لي مشاكل الناس الفتره الاخيره مع امام عاشور. وطبعا ده ما يقللش من امام عاشور واحد من احسن لعيبه في مصر. فقول لي شفت الماتش ازاي، واديني تقييمك عن انت فاكر ده سالك 3 اسئله انت لا هرجع له. كولر ومستوى الاهلي وامام عاشور بالظبط. لو نسيت حاجه انت معايا انت ساعدني بقى. اولا كولر انا هختلف معاك في حته. الناس انت بتقول لي ان هو له انجازات كده، طبعا اي مدرب في النادي الاهلي هيجيب انجازات. ودي حاجه واضحه، والتاريخ اللي شهد عليها مش كلامي. ان اي مدرب بيخش النادي الاهلي، كابتن محمد يوسف مع دوري ابطال، مع احترامنا طبعا لكل الاسماء، ما اقصدش حاجه. كابتن حسام بدري مع دوري ابطال. بيجي اي مدرب يقدر يكسب الدوري بزيرو، مش عارف يخسر ايه، بس انا هكسب الدوري. فالنادي الاهلي ان هو يكسب بطولات ده شيء طبيعي. انما انا ببحث عن كوره، ده اللي هيخلينا نقوم داخلين على قصه ماتش بيراميدز. انا مش عايز احكم على الاهلي في ماتش بيراميدز بس، واقول لك ان ماتش الاهلي وبيراميدز بص احنا مستوانا عامل ازاي. ده احنا مستوانا وحش قوي. لا انا مستواي طول الموسم وحش. وانا بتكلم بان انا راجل اهلاوي وماليش اي غرض في حاجه غير ان انا اقول ان اللي انا شايفه ماشي. الاهلي مستواه طول السيزون سيء. هديك حاجه كمان، الاهلي الموسم اللي فات ما كانش كويس بالظبط. يعني انا لو هقيم بقى كولر، دي مربوطه بماتش بيراميدز ومربوطه بماتش وبكلام على كولر وكلام على ماتش بيراميدز. لا انا كولر من السنه اللي فاتت ما قدمش كوره. الاهلي يكسب 3-0، ما الاهلي طبيعي يكسب 3. معلش يعني ما في انديه كتير بتكسب 3. انا عايز العب كوره. ما انا مطالب بقى ان انا الناس دايما احنا مظلومين كاهلاويه، يقول لك اصل الاهلاويه هم اللي يفرق معاهم ان هم بس ياخدوا بطوله، واما ياخدوا بطوله هم فرحانين ان احنا خدنا بطوله. لا انا مش كده. انا عن نفسي انا وفي فئه كبيره اغل 90% من جمهور الاهلي واكتر كمان عايزين الاهلي يلعب كوره،
وعايز يكسب بطوله، انما انا افضل اتفرج على فرقتي عماله بس تكسب بطولات. انا السنه اللي فاتت كسبنا ماتش الترجي وطلعت في الحلقه واحنا كسبانين افريقيا وللمره مش عارف الكام على التوالي معانا 12 دوري ابطال مش عاجبني الاداء. حتى قلت كده، قلت يا جماعه انا راجل بطل وانا هو بطل افريقيا، بقول لكم ادائي في المباراه سيء وده هيدل عن كوارث. بس هيجي حد يقول لك انت بتاخد بطولات، مش مهم الاداء بالنسبه لك. الكره المصريه كلها على بعضها، حتى بالمنتخب بالاهلي بالزمالك الكره المصريه كلها ادائها وحش بالظبط. بص يعني تحس ان ده مود عام كده، فاهم؟ برافو عليك. بص الكره المصريه حاجه والاهلي حاجه ثانيه. كان منتهى الامانه. ماشي. نادي معاه كل الفلوس، معايا جمهور جبار، معايا شركات، معايا فروع، استقرار اداري، رجال اعمال، استقرار اداري، استقرار فني. بجيب عندي الاحسن لعيبه في مصر وبجيب احسن لعيبه في مصر ولسه هجيب احسن لعيبه في مصر. فما تجيش تقول لي كده. ماشي معلش انا هرفضها دي تماما. انا معايا. انت تيجي تقول لي اصل انت كل الانديه بتلعب وحش، ما كل الانديه بتلعب وحش، معاك لازم العب حلو. معاك لبن العصفور. لازم العب حلو. لازم العب حلو يعني، ده اجباري ان انا العب حلو. ماشي. يعني ما ينفعش ان انا يبقى عندي كل الامكانيات دي وبجيب كل اللعيبه الكويسه في منتخب مصر ولعيبه منتخب مصر انا وبيراميدز بننافس، فلاقي نفسي ان انا بقول ان انا لا انا كورتي كده ومهم ان انا اكسب بطوله. لا، جمهور الاهلي مش كده صدقني. وجمهور الاهلي عايز كوره وعايز يبقى فيه فني وعايز يبقى فيه شكل في الملعب وعايز ان انا اكسب بشكل في الملعب. في ماتشات انا ضد الجمله دي، ان في ماتشات مش عارف تكسب ولا تلعب. بالظبط. انا ضد الجمله دي. اراد المتعه فليذهب الى السيرك. لا انا عايز اسهب للسيرك. انا عايز نسوب للسيرك في الملعب هنا. بالظبط لازم يبقى فيه كوره. ماشي. فانا شايف ان الماتش بيراميدز الاخير ما عملش حاجه. امتى اخر مره الاهلي لعب حاجه؟ امتى اخر مره الاهلي الموسم ده؟ العين، ماتش العين الشوط الثاني في ماتش سيراميكا اللي هو ماتش الخمسة. ده هيجيب لك 45 دقيقه بعينها كده وخلاص. انا فاكرهم يعني انا مش بقول لك كمان حاجات انا مش فاكرها، انا فاكرها. وماتش بلوزداد الشوط الثاني بالحرف هم دول لعبنا فيهم كوره. يعني ايه كوره بالنسبه لنا؟ يعني ايه كوره؟ انت قاعد بتتفرج على وجبه دسمه، بتتحرك لبعض، انت راجل لعبت كوره دسمه، لعبه بتتحرك، لعبه تسدد على المرمى، لعبه تسجل اجوان، لعبه بتصنع فرص، عرضيات بيبقى موجوده، مبسوط وانت بتتفرج. مبسوط. هو انا لازم اتفرج على كوره؟ هو مشجع كوره في كل حته، هو لازم ينبسط. انا مش عايز اتفرج على كوره الماتش يخلص كسبان 1-0 بجون جايبينه الفريق المنافس في مرمى مثلا يعني، وانا بقى طالع بسقف ان انا كسبت وخلاص. طب ما احنا كسبنا الهلال الماتشين اللي فات ده، انا بكلمك مؤخرا يعني كسبنا الهلال الماتشين اللي فاتوا. بس الاهلي كان وحش قوي في ماتش الذهاب بصراحه. الاهلي وحش في كل الموسم. انا راجل اهلاوي بقول لك الاهلي مستواه الفني سيء بسبب طبعا كولر واللعيبه اللي فيها مشاكل كتير مع كولر، وانا اعرف حاجات كتير قوي جوه الفرقه مع كولر، وان الراجل ده في ناس كتير ولاعيبه كتير ما بتحبوش. يعني انت مش شايلها الكولر بشكل كامل؟ لا طبعا، لا لعيبه انا دايما ماشيه. يعني اللعيبه اللي بفلوس كتير، سيبك فلوس، اللعيبه اللي عندها امكانيات كتيره زي امام اللي هو بالنسبه لي انا زملكاوي، هو بقول لك امام احسن لعيب في مصر بالنسبه لي، احسن موهبه، احسن لعيب، احسن كل حاجه كبير. تمام. بن شرقي انا بعشق بن شرقي، حتى هو في الاهلي انا بحبه. تمام. انت عندك وسام وجريتشار وعندك اللعيبه دي كلها، واللعيبه دي مش قادره لوحدها تعمل عرض حلو للجمهور، حاجه صعبه برضه. هي دي الملخص. انا عندي فعلا كواليتي لعيبه، الطبيعي انهم يطلعوا كوره احلى من كده بكتير قوي. صح. واما يجي معلش من اتنين مش عايز مش تقليلا منهم، لكن كمستوى فني مثلا تلاقي اكرم ولا تلاقي مثلا رامي ربيعه مستوى الفني مش اعلى حاجه، والاثنين بيطالبوا بالملايين دي، يبقى انا عندي مشكله. انا مشكله كبيره. خلي بالك انت ممكن تقول دي بره الموضوع ده التعاقد، لا طبعا انا ببقى عندي لعيبه بمستواها ده اللي الجمهور كله غضبان منه واللي ما بيقدموش كوره وبيطلبوا المبالغ دي، يبقى اكيد اللعيبه الكبيره لما تشوف ده انت في حاله دلع، وانت كده انت شايف نفسك حاجه مهمه. فالحاجه المهمه دي بيصنعها، انا اسف، الناس اللي ما شافتش مدرج الاهلي، الناس اللي ما ينفعش لعيبتك تنتقد، ما ينفعش ان احنا ننتقد لعيبه الاهلي عشان لا ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انت قدام النهارده كويس هيتقال عليك كويس، وحش هيتقال عليك وحش، خلاص هي ده الطبيعي على فكره، ده العدل. مش خد بالك برضه جمهور الاهلي اتعود على حاجه معينه، اتعود على الليفل بتاع وائل جمعه وبركات وابو تريكه ومش عارف ايه. لا فالنهارده انت بتشوف المنظر ده فمتضايق. بص لك حاجه، انت بتقارن ده بده، ده صعب. ايوه ما انا بقول لك جمهور الاهلي اتعود على ده، اتعود فانت عايز تشوف ده تاني. لا مش عايز اشوفها تاني، وعمري ما اشوفها تاني. انا عايز اشوف بس ثبات مستوى 3 ماتشات 3 فايلر يعني الفتره بتاعت فايلر. اقول لك حاجه، فايلر طبعا مدرب كبير قوي، مدرب جامد جدا، واحنا حسينا فيه بشخصيه جوزيه وحسينا التجربه ما نجحتش، وفي لعيبه اصلا برضه ما كانتش هتساعد فايلر. كنت بتيجي وقت ماتشات برضه النادي الاهلي يلعب ماتشات كويسه قوي، تتفرج على كوره، اللعيبه كمان كانت بتدوس على نفسها حتى لو امكانياتها قليله، بتدوس عشان خايفه من كولر. على فكره دي مهمه في التدريب. خايفه من فايلر قصدك؟ سوري من فايلر سوري معلش من فايلر. لكن هو برضه اختار طريق تاني، ومش انا مش هفضل بقول هاتولي فايلر تاني. انا ادور على مدرب وكواليتي لعيبه وقرارات. انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، لعيبه الاهلي محتاجه تتقرص جامد يعني. طب قبل ما نقفل الموضوع ده، انت
سؤال يعني سريع، انت مع ان كولر يمشي الفتره دي ولا تستنى ماتشين سان داونز؟ انا مع طبعا. بص في وجهات نظر بتبقى اهلاويه في حته ايه، بص الاستقرار وما ينفعش، وعندي ماتش مهم بالظبط. وماتش موسم. صح. معلش انا رايح العب سان داونز يوم السبت الجاي. هو انا ايه اللي انا هيعمله كولر غير اللي هيعمله توفيق عبد الحميد؟ مين هيقدر ياخد واحد جيب بالي واحد اسلام جيب بالظبط. ايه اللي هيعمله توفيق غير اللي هيعمله كولر؟ مين هيقدر ياخد الريسك ده اسلام، ان هو يشيل مدرب قبل ماتش نص نهائي افريقيا بالظبط ويستحمل نتيجه؟ ما انا بقول لك انا بتكلم دايما بوجهه نظر مش التحليليه العميقه اللي لا فاكس، احنا مش كده، احنا جمهور، ما اقصدش احنا وانت بنتكلم على حته الناس اللي تقول لك ايه استقرار الفرقه زي ما انت بتقول. منطقيا صح، تمام، على الورق صح، انما انا بقى لما اجي ابص، طب انا اقول لك حاجه، احنا لا لعبه مش ثابته، واحنا هو بنصور النهارده لسه قبل الماتش بكام يوم، تمام، مش هنقدم كوره، هنيجي هنا ماتش القاهره مش هتقدم كوره. طب ما هو دلوقتي الناس هتقول لك انا مش فارق معايا الكوره، انا عايز اصعد، يعني لا انا عايز اخد دي وجهه نظر، ما هي دي النقطه، دي وجهه نظر مهمه كمان، وجهه نظر مهمه، صح لان انا بلعب على البطوله دلوقتي، انت بلعب على البطوله، انا مش بلعب على ان انا رايح اعمل عرض. والله عملنا عرض كويس كتر خير الدنيا، ما عملناش على الاقل ما اخسرش. دي انا دي شايفها او ما خسرش سكور. انا دي مش شايفها، انا دي شايفها مش حاجه تبع الكوره دي، اللي هو انا اروح اكسب واعدي الماتش. هتعديه ازاي؟ ما هو في منطق يا جماعه بيحكمني. هعدي، سيبنا بس من حته كولر يمشي او لا، دي الماتش نفسه بقى انا اصلا هعديه ازاي؟ يعني مفيش حاجه في الكوره عافيه، مفيش حاجه اسمها في الكوره عافيه. في حظ بيجي من ربنا، بيوفقك، حظك يبقى كويس في الماتش ده، وانا عشان اجتهدت عشان لكن كواقع انت مش كل مره تسلم الجره، انت كل مره فعلا بتدوس على نفسك زي ماتش الترجي قلت لك، وماتشات كتير بتبقى مش افضل حاجه، بتعدي بخبره الاهلي وبطموحات لعيبه الاهلي وبامكانيات لعيبه الاهلي برضو، والجمهور وفي حاجات عوامل تانية غير الفني اللي في الملعب. بالظبط انا اروح العب سان داونز بايه بقى؟ بالاستقرار وكولر يكمل. طب انا راجل اهلاوي، سان داونز فرقه بتلعب كوره حلو، بتلعب كوره وهتلعب كوره. سيبك ان هي خسرت من الكاس من كام يوم من كايزر تشيفز 2-1، ملهاش علاقه، بتلعب بفرقه، هي بتلعب كوره ودول لعيبه جامده قوي. بص فرق جنوب افريقيا كلها فرق كوره، حتى منظمه جدا. اللي خرج الزمالك، انا قلت في اول ما القرعه اتعملت، كنت عمري ما اتفرجت على ستيلن بوش، بس قلت في حلقه بتاعت القرعه، قلت يا جماعه الزمالك عنده هيلاعب فريق جنوب افريقيا، افتكروا الفرقه دي ان انا كنت خرج الزمالك، لان فرق جنوب افريقيا مش بتبقى زي فرق مثلا كينيا وموزمبيق ومش عارف ايه، اي دفاع واي تشليت، عندهم سيستم ونظام، حتى لو الزمالك اقوى منهم تاريخيا واكبر منهم تاريخيا، بس الفرقه دي ما بتهيبش، اولا بتعرف تلعب بره ارضها كويس قوي. نفس الكلام ما انت بتتكلم عن صن داونز، فانا راح صن داونز مش الكولر، اخلي كولر. انا عندي مشكله مع كولر مش من دلوقتي، من السنه اللي فاتت عندي مشكله معاه فنيه كبيره قوي قوي قوي، وطبعا انت زي ما بتقول يا صعب انها تتحل، ان انا اقيله دلوقتي او امشيه دلوقتي، بس يعني انا شايف ان والله جبت اي مدرب مصري يمكن اللعيبه تجتهد عشان المدرب المصري اللي جاي ده، انما كولر ده خلاص هو الغربال الجديد ليه شده وكده، فلما يجي حد جديد اللعيبه بتشد عشان تبدا تثبت نفسها وبتاع والكلام ده. والاداره عموما الاداره زي ما الناس طلعتها، وانا كنت متوقع ده، مستنيه قصه ماتش سان داونز يخلص. تمام. ماتش سان داونز خلص لا قدر الله بكارثه، مع السلامه. حتى لو الماتش الاولاني خلص بكارثه النتيجه، يلا مع السلامه ان شاء الله. الماتش انا كده ابقى عارف خلاص النتيجه، ممكن لا قدر الله ما اعرفش اعوض في مصر مثلا، يعني لو خسرت 2 هناك مثلا ابقى عارف انها صعبه مثلا بس هيكمل كولر ممكن لا يعني 2 مش بعيد، بس قصدي تبقى ايه صعبه، لكن لا قدر الله النتيجه سيئه اوفر، لا كولر هيمشي. هو في جنوب افريقيا هيتبلغ ان هو ماشي، وكده كده من وجهه نظري هو لو صعد هيكمل كاس العالم، هيكمل. لا هو كده نهايته كاس العالم بعد افريقيا، مش هتروح بكاس العالم، مستحيل بديهيا كده، مستحيل بعد الضغط اللي عليه ده، مستحيل يروح بالفرقه دي كاس عالم خالص. يعني انت اصلا بتشوفه واقف على الخط تحس ان هو تايه، بس لحظه بيقول او عارف انت اللي هو واحد ابوه مات، بيقول بيس قوي واقف، مش مفيش اعتراض على تحكيه. شفت يوريتيتش الماتش اللي فات، مجنون طبعا. الناس بقول لك انا كتبت بعد الماتش الراجل ده هيرجع برضه هيتعالج نفسيا من طبعا يا جماعه، او هو جاي الراجل ده او هو جاي مهاوي وعصبي في حاجه غلط، هو جاي واقف على الخط قسما بالله، في حاجه غلط، انا اصلا عصبي هايبر، فلما بتفرج عليه انا بتزيد عندي فهم الكهرباء. خلينا اقول لك على حاجه، ان احنا اتكلمنا على مدرب بيراميدز، انا رايي ان مدرب بيراميدز يعمل كده طول الوقت، لان هو بيحس ان بيبقى في قرارات تحكيميه ضده بتاثر على سير المباراه، بالذات الماتش اللي فات كان فيه اخطاء كتير الناس كلها اتكلمت عليها. شفتها ازاي؟ بص حاول يعني تبقى حقاني.
لا انا كده حاول تبقى ما تقلقش من الموضوع حاول تبقى ما تقلقش عشان كان الماتش ده من وجهه نظري انا كان في اخطاء. طب قول لي قول لي عليها يعني كان في كذا، كان يعني مثلا في تكلمت اشرف داري كره اشرف داري دي ما هي دي مش ما هي دي كوره كان ممكن تغير سير الماتش. انا عندي برضو عندي تعليق يعني مش حاجه في نص الملعب كده فاللي هي ممكن تعدي. انا عندي رد تاني خالص، بس انا اسمع ردك. انا عندي رد تالت خالص في النقطه دي. ما انت قول، انا عايز اسمع ردك. القصه دي بص انا مدافع، فكره اشرف داري انا بنط في الهواء، ايديا ساعات بتتحرك، انا ما اعرفش هي رايحه فين، ما اعرفش اسيطر عليها. مش ان انا طالع مديله كوره بالظبط. ده اللي انا شفته، ده مش مبرر، ده اللي انا شفته. هو مش مبرر. هقول لك عشان القانون قانون يعني عايز كده. فاكر ماتش السوبر اللي احنا كسبناه، السوبر الافريقي اللي احنا كسبناه، ضربه الجزاء اللي اتحسبت تمام. اتحسبت ليه؟ عشان ده قانون. الزمالك كسبه اللي احنا كسبناه السوبر الافريقي، كان في ضرب اللي احنا كان في ضربه جزاء اللي هي خدها اكرم. احنا لو بنتكلم كده اللي هو انا مش قاصد ماشي، ما هو لا دي ضربه جزاء. ما انا بتكلم في القانون هي ضربه جزاء، بس اللي جاي متزحلق ما هو جاي من بعيد وعلى واكرم شاط الكره والكره طلعت والواد شاله بعد الكره ما طلعت اصلا. فانت لو هتحسبها بنفس الطريقه ان انا مش قصدي وان انا مش رايي مش مهم، انا عايز اسمع رايي. حلو ماشي، مفيش مشكله في حته ان احنا نختلف على ضربه جزاء وكلام، بس في حاجه اساسيه اصلا لازم نتكلم فيها. ماشي. لما يبقى الحكم مصري انا من حقي ان انا اقول ده الاهلي بيتجامل، او اقول الحق بقى في الحته دي. اما اكون جايب حكم هولندي وراجل انا ما بشوف وش الحكم ده، ما بشوفش الا في الشامبيونز ليج على طول في الماتشات المهمه. يعني مثلا لو بايرن بيلعب مثلا مدريد، الحكم ده زي موجود. مثلا نهائي فاينل لازم الحكم ده موجود. فمستحيل اشك في الحكم ده الهولندي واقول ان بص الكوره دي انا ما بفهمش في التحكيم تمام، انا ما اقدرش. لكن الكوره واضحه. الكوره ممكن يكون فيها، بس فعلا ممكن انا اقول زيه عشان انا اهلاوي فاقول كده. انما انا على فكره عايز حاجه، انا في اوقات عشان اهلاوي اقول كده لا، وفي اوقات اقسم بالله ماتشات حاجات للاهلي انا بقول ان انا ببقى شايفها ضربه جزاء. في ماتش مش فاكر ماتش ايه كان حاصل بيننا وبين ماتش الاهلي وبيراميدز 3-2 ضربه جزاء حسين الشحات. ايوه انا قلت مش عارف، حسيت انها ممكن تعدي، ممكن الناس قالوا لك لا. اللي كانت ايوه اللي رقص فيها وقال لك مش عارف ايه ده رجله ايده. انا قلت يا جماعه انا حاسسها، بس الحكم ايه اجنبي. يعني هو الحمد لله مش هشك في الحكم الاجنبي، مستحيل اشك في الحكم الاجنبي. معلش انا الحكم المصري لا يعرفني ولا يعرفك يعني. بالظبط كده. فحته التحكيم دي انا بقول لك كل انديه مصر بتتجامل. الزمالك قدام عيني في موسمين اتجامل، الاهلي بيتجامل وبياخد ضربات جزاء، مش بيتجامل هو الحكم نازل من بيته انا اهلاوي فهجامل. طب ليه ده بيحصل؟ يعني هل دي محبه كده، ولا خوف من الجمهور، ولا خوف من الادارات، ولا خوف ان انا ما اشتغلش تاني؟ الحكم بيبقى كل ده ميكس في بعضه بيسبب له رهبه. بالظبط. انا بلعب النهارده الزمالك فانا خايف جمهوره مش هيسيبني وفاهم. وفي حد ممكن زمان كان بيعمل ايه، يطلع في القنوات يديهم على عينهم، هيشتمني طول الليل. الاهلي هيفضل يديني في بياناته وممكن ما يخلينيش احكم تاني. بالظبط. صح. بيراميدز دلوقتي بقى قوي وبقى له صوت وبقى يقدر بياخد حقه و فالحكم نازل اصلا. لكن انا عمري بقول ان الحكم مثلا مرتشي. طب المنظومه كده في حاجه غلط، ان الحكم خايف ان نادي ايا كان اسم النادي ده ايه يقدر بسلطته ان هو يوقفه عن التحكيم. ما احنا كده في مصيبه. وفي نفس الوقت انت حكام الصفوه في مصر مش هتحكم ماتشات مباشره ما بين الاهلي والزمالك، زمالك بيراميدز، الدايره دي المفروض العكس. احنا حاولنا نعملها مؤخرا، الانديه رفضتها او اللي رفضها بيراميدز والزمالك. ده بقى السؤال انا بقى بساله لكم، مش احنا قاعدين على القهوه، احنا بقى في سؤال بساله لكم انتوا ناس زملكاويه مثلا او محايدين. انا راجل محايد، انت راجل محايد وهو راجل زملكاوي. تمام حلو قوي. انا دلوقتي الزمالك احنا الفتره اللي قلنا احنا عايزين حكام اجانب في موضوع انسحابنا. موضوع انسحابنا ده رايي فيه لو هنفتح وكويس ان المواضيع داخله عماله تجيب بعضها هي القعده كده كويس جامد. انت دلوقتي يعني الزمالك طلع بيان انا عايز حكم مصري. سيبك من نقطه طبعا، ده لازم استغل الموقف ولازم استغل الموقف دون، وانا لو معاك هستغله. لا حلو بس ده مبدأ. لا ده مبدأ. طب لحظه، لا اصل انت بتقول لي انت الاهلي هناخد راي المحايد. انت راجل دلوقتي على الحياده. انت دلوقتي قبليها كان الزمالك بيقولوا يا جماعه، ميدو كان بيقول يا جماعه انا لو الزمالك اعطوا العداله، كلمه الكليشيه اللي بيقولوا الجوهري قال والجوهري ما قالش كده اصلا. المؤتمر اللي عمله واقف ده ما فيش اصلا حاجه حصل. قال لك لو التحكيم مش عارف ايه، الزمالك اعطوا له العداله وهيفوز بكل البطولات. معلش تيجي بعديها بالظبط ب6 ايام، حرفيا 6 ايام عددهم، تيجي تقوم قايل لي لا انا موافق على التحكيم المصري. ده معناه ايه؟ ان انا بس بصطاد في الماء العكره. لكن لو في مبدا انت بعد كده حتى لو انت تقول لي ايه انا عشان بضر الاهلي، انت بتضر نفسك. لان انت بعد كده لو التحكيم ظلمك، اللي هو الزمالك يعني مش انت مش كمحمد يعني. لو التحكيم ظلمك بعد كده انت تيجي تقول هنيجي نقول لك اول حاجه ايه مثلا اقولها الزملكاوي، لا يا باشا معلش انت حضرتك انت عايز التحكيم المصري. انت زي بيراميدز كان عايز التحكيم المصري بس. فانا بسالك انت شايف ده طبيعي؟ بص يعني هي في حاله من العند حصلت والموضوع كله غلط من اول الحوار بتاع القرعه الساعه 4 الفجر واتعملت بالاي اي والكلام ده كله. فده كله اصلا من الاول غلط، وكره على غطاء ازازه والحاجات دي. فده كله من الاول غلط. فكره النادي الزمالك يبقى عايز حكم مصري، انا بشوفها، انا بعند مع الاهلي.
انا مش عايز حكم مصري عشان حكم مصري، لا طب ما انت لعبت السوبر المصري بحكم مصري كنت هتكسب، بيقولوا ضربه الجزاء اللي شيكابالا ضيعها. فاللي حصل ده كله الاهلي بيعرض مع الزمالك والزمالك بيعرض مع الاهلي، وانا اللي هفرض كلمتي. طب اصل الاهلي هو بيتجامل، اصل انا اللي همشي رايي، مش هي كلها حاله من العند. زي بالظبط لو انا مثلا عايز اطلع اتكلم في حاجه وكريم عايز يطلع يتكلم في حاجه، لا انا اللي هفرض رايي. هي ماشيه كده، مين اللي هيفرض راي مين؟ وفي الاول في الاخر هي راجعه للجمهور. الجمهور شايف ان انا بسيطر على المنظومه كلها، وانا انا الدوله ومش عارف ايه. ده راي تاني بيقول لك انا مظلوم، انا ما باخدش حقي، انا مش عارف ايه، برضو ده راي تاني. في الاول في الاخر هي الكوره اصلا ايه؟ عباره عن وجهات نظر وتحتمل صواب او خطا. مش ماشيه بانضباط قوي في الحته دي، يعني ماشيه في الحته دي. الانديه اصل دايما كنا احنا بنظلم كجمهور الاهلي او الناس الاهلاويه ان انتوا التحكيم المصري هو اللي بيجاملكم. لا ده انا هو الفتره الاخيره دي رغم ان انا ضد قرار الانسحاب لو عايزين تتكلموا في الموضوع ده حاجات باينه من اوله لاخره على يعني ايه. يعني الموسم دوت فيه لقطات كتيره قوي. لا الاهلي باين قوي للاهلي على الاهلي. هو قصده على الماتشات. لا على الاهلي ولا للاهلي؟ يعني الاهلي استفاد منها ولا على الاهلي استفاد منها؟ وفي حاجات ضده وفي اول الموسم. بس يعني طب والزمالك مالوش وبيراميدز مالوش. بص هقول لك على حاجه، ممكن يبقى نادي السنه دي ممكن يبقى ليهم، بس لقطات الاهلي اكتر. نعم لقطات الاهلي اكتر. لا طبعا مستحيل، لا يا راجل، لا ده كان في ألبوم صور كده معمول كده كل اللقطات. اعمل لك دلوقتي حالا وانا قاعد في كوره لما الشناوي دخل اقسم بالله اعمل لك ألبوم حالا صور لما الشناوي دخل في صدر الواد وراح شايله وبتاع وشايل الواد ورماه على الارض ومحدش يعني لقطات شبه كده. ماتش سموحه الاولاني كان له الزمالك معلهوش، بقولكش بس في محمد عادل والفار والكوره جت من الارض في ايده. يا ميدو الله يخرب بيتك يا ميدو، دي ده الشهيره. ماشي دي حاجات معلش اخطاء تحكيميه تقديريه في هنا وهنا. انا وانت لا دي مش تقديريه، دي مش تقديريه. لا اقول لك حاجه اسمعني، لا اسمع دي تقديريه ليه ازاي بس؟ ما هقول لك حاجه الفرق ايه. ماشي. الفرق بين غلطه تقديريه وانا اسف وفضيحه بقى، فضيحه حاصله مسجله صوت والصوره. طب ما في فضايح هنا وهنا. هات لي بقى للاهلي ايه الفضايح اللي انت سمعتها؟ لا هو عشان ما طلعش التسجيل هنا مش فضيحه. في حاجات انت بعينك مثلا بقول لك في حاجات انت بعينك شايف ان دي لا دي تتحسب، بس الحكم قرر ما يعديها. ليه الحكم قرر يعديها؟ طول ما انا الحوار بعيني وبعينك وطول ما الحوار في الملعب والماتش خلص بسلام وامان من غير ما يحصل كارثه او حاجه تحصل كده، يبقى الموضوع ده عاد صح. الشناوي انا معاك بايدك، الشناوي كان يطرد فيها انا وانت هنختلف فيها عادي، لكن معلش اما بص معلش انا صريح في الحته دي. لا براحتك. اما في مكالمه بين وجيه احمد وثروت سويلم بتقول عايزين نجيب جهاد جريش عشان نكسب الزمالك بطوله، لما يبقى في ورق مثبت ان فرج عامر عايز حكام في ماتش سموحه ويتقال نفس الكلام ده ان احنا لا عايزين نجيب حكم. لما يتقال دلوقتي ميدو سلامه انا بطلع مش ميدو مش عارف يخرب بيتك كوره من ايده، فدي حاجات مسجله صريحه. انا بتجمد. هات لي بقى انت مثلا مكالمه لمسؤول في الاهلي لرئيس لجنه حكام. هو حظهم انه مش مسجل. طب انا هعمل ايه؟ طب سجل لي. ما انا سجل لي. انا طول عمري بيتقال مفيش تسريبات بتخرج من الاهلي. طب على فكره حاجه حلوه حتى لو انا فيا العبر، بس انا لكن عارف ادورها يعني عارف. بقول لك زيزو، ما زيزو كان ماضي في الاهلي. حد عرف من شهر واحد؟ حد عرف؟ لا طبعا عشان ما فيش تسريب. وهم حبوا يطلعوا الموضوع بتاع الزيزو دون في توقيت على كيفهم بالظبط، على كيفهم عشان في موضوع دلوقتي الاداره فيه جم عليها. بس اقول لك على حاجه، انا مش احسن زملكاوي يجادل لسبب واحد، ان انا ذاكرتي مش احسن حاجه وما افتكرش ومش بتسجل. انا على فكره انا برضو مش من الذاكره. فانا مش الزملكاوي اللي قاعد قدامك واعمل لك مناظره وارد عليك واحده بواحده، فاهم قصدي ايه؟ بس انا ممكن اتكلم بشكل عام. كان في مناظره كانت النهارده بس اتاجلت. انا جاهز ليها. ان في حاجات كتيره، لا ان في حاجات كتيره بنشوفها قدام عينينا. يعني هقول لك على حاجه، في ماتش امبارح، في مشكله في ضربه جزاء ماتش امبارح بتاع الونش وبتاع مش عارف ايه. انا زملكاوي، وانا قاعد انا كنت قاعد بتفرج. انا لسه هقول لك انا في دماغي بقول ماتش حارس الحدود ده انا ذاكرتك حديد يا راجل. انا في دماغي لا ده لسه امبارح. انا في دماغي بقول الحكم هيرجع للفار ويحسب ضربه جزاء. بس دي تقديريه ليه ما اتحسبتش انا ما اعرفش، بس انا برافو عليك. انا ما اعرفش ليه ما اتحسبتش، بس انا بقول ايه، انا كنت قاعد بقول لا دي هتبقى ضربه جزاء علينا. الونش مدد رجله وقافل الواد وشحاته داخل في وراه والكره بتاعت حسام عبد المجيد اللي اللاعب رايح بس هقول لك على حاجه. يعني في الاخر انا ببقى شايف ان انا في وجود الفار انا ما ينفعش لا الاهلي ولا الزمالك يبقى انا عندي اخطاء زي دي تعمل المشاكل دي كلها. في وجود الفار لازم كل حاجه تبقى واضحه. ده اولا جوده حكام سيئه على فار. ماشي هقطعك في حاجه عشان ما انساش. بس في لقطه كده كان في مشكله في ماتش الزمالك وكان الزمالك اتحسب عليه ضربه جزاء ما اتحسبتش. حلو الكلام. ليه ما اتحسبتش؟ الحكم لما خلص ضربه الجزاء، لما خلص الفار رجع راح للمدرب الفرقه بتلعبنا، كان في كره كده ايه خبطت في رجل الونش وردت في ايده، فالحكم ما حسبهاش. الحكم راح الحكم قال له القانون بيقول 1 2 3 وكلنا ومصر كلها سمعتها. فانا كانت دي عجباني قوي. انت كحكم خلاص انت عندك قانون يا عم خليها قاعده. الحكم يروح يشرح يقول دي ما اتحسبتش عشان 1 2 3 تبقى كل الناس طبقت دوريات بالصوت في الاستاد كله يا جماعه دي كل الناس فاهمه القانون بيقول ايه، وبالتالي ما حدش يطلع يقول لك اصل ده مجامل اصل ده مش مجامل اصل الحكم قال ايه بقى خلاص القانون بيقول كذا. القانون بيقول كذا. فاهم قصدي؟ دي اخطاء. بص اديك انت قلت في الاخر رجعت للنقطه الاساسيه ان الاخطاء التقديريه اهو. انت نفسك حاجه على الزمالك قلت ايه؟
انا قلت هتبقى ضربه جزاء، انا حسيت وما حسبهاش. وانا كرة الشناوي لا انا بقول لك انها طرد، كل الكلام ده استثنيه على جنب. انما انت حتى لو في مناظره هتتعمل مع حد زملكاوي قاري تاريخ، لا يقول لي فعلا الاهلي طلع له تسجيلات او طلع له حاجات كده، وارد ان يكون موجوده، وارد، انا بقولش انه مش وارد، وارد كل حاجه. بس معلش الاهلي انا دايما اقولها ودي قاعدتي، الاهلي بيتجامل وبيكسب بالتحكيم في ماتشات، مش عشان هو بيرشي. والزمالك لا احنا ما بنتهمش حد كده عشان ما نتهمش حاجه بحاجه، انا فاهم ولا اي حاجه لا خالص. والزمالك بيتجامل في مجاملات، وبيراميدز السنه دي لا كاخطاء بقى. انا ولا عايز مجاملات للاهلي ولا عايز مجاملات للزمالك ولا عايز مجاملات انا عايز الدوري يمشي عادي بحيث اللي يكسب ما حدش يقعد يصيح، بس الموضوع بسيط. فاهم قصدي؟ صعب قوي، صعب. بس ما يقال تمام ان لا، ان مجاملات الاهلي عاده بتبقى اكتر من مجاملات الزمالك، سواء مش بتكلم بس في التحكيم، انا بتكلم في الكوره يا اسلام عموما. ان انت مثلا في حاجات مثلا زي مثلا موقف مثلا ان احنا مثلا هنأجل التجمع المنتخب عشان خاطر الاهلي عنده ماتش حسام البدري، ماشي، ما ده موقف ما فيهوش مجامله. ما تخليش فيه عشان انا لا على حاجه لا بتكلم والله انا بقول لك انا ما بفتكرش كويس، فانا بجمع اللي وانا مش هنقول ذكريات. فاللي هو ايه، ما هي دي مواقف برضو بتحسسك ان زيزو انت لما خرج من معسكر المنتخب عشان ماتش الفريق التشادي، انت عارفها انت. ابراهيم عادل لما اتاخد في معسكر مش عارف ايه عشان ما يلعبش ضد الاهلي. لا انا في مواقف كتير قصاد بعض. لعيبه الاهلي مش عارف اجلوا معسكر ايه اللي كان معسكر وعلى فكره المعسكر ده نفس الكلام هيتلغي. معسكر مايو برضه دي اتقالت بشكل صريح ان حسام البدري او الطلب منه او حاجه كده. ما هو قال كده بالظبط. وعلى فكره حسام حسن هيعملها الايام اللي جايه. طب ما دي عشان لعيبه الاهلي راح كاس عالم. طب هو ده ينفع يعني هبقى نمشي الكوره عشان خاطر نادي؟ طيب الغي معسكر مثلا، معسكر في فتره ما عنديش فيها مثلا توقفات دوليه مهمه او فيفا ديت مهم، ولا ان انا لاعب من المنتخب اروح اسحبه عشان يلعب ماتش؟ ما ده برضو منطق. يا جماعه ما انتوا عملتوا كده مع ابراهيم عادل يا جماعه، في ايه؟ ابن ابراهيم عادل بتاع بيراميدز قبل كده، مش الماتش اللي فات ده، من ماتشين 3 اتاخد راح المنتخب الاولمبي وتحايلوا عليهم يا جماعه احنا عندنا ماتش اهلي، قالوا مش هيخرج وكانت عافيه. طب تمام جميل. انا بتكلم في كده ان في تعنتات بتحصل، بتحس ان فيها مجاملات. بص هقول لك حاجه، ماشي، دايما الاهلي محطوط من اي حد تاني غير اهلاوي، محطوط في حته ان انت النادي اللي بتاخد، ان انت وكاله الاهرام، ان انت نادي القرن، ان انت نادي الدوله والكلام ده كل الكلام ده كله. انا ممكن اي موقف اجيبه لك لزمالك والبيراميدز حاليا والاسماعيلي سابقا، دوري 2002 بتاع الاسماعيلي في كميه اخطاء تحكيميه. بس احنا زمان كان مين اللي هيتكلم على اخطاء المجله المسا والاهرام والوفد اللي كنا بنجيب مجلات؟ ما عادش هنتكلم في عادات اصلا، كانش في حاجات زي كده. عايز اقول لك طب بلاش يعني، ممكن اجيب لك دوريات الاهلي كان واخدها غير دوري حسن شحاته بتاع 84، ممكن يكون الاهلي في الموسم ده الجمل بالتحكيم، تمام. موسم في الستينات الاهلي الجامد، يبقى احنا متفقين، احنا كده متفقين. الاهلي بيتجامل، الزمالك بيتجامل، كله بيتجامل، مين اكتر من مين ما تفرقش، المهم مبدا الاخطاء للكل موجود. انا اكتر يمكن عشان شعبيتي اقوى فالناس الحكام بتخاف، وارد، لكن الزمالك بيتجامل، كل الانديه مش عايز اقول بتتجامل، بيحصل لها اخطاء كبيره قوي قوي. افريقيا معلش اخر حاجه ممكن اقولها، لا براحتك انت معلش انا عايز اقول بس حاجه. افريقيا مثلا الناس دايما تقول لنا طب انا خدت افريقيا ازاي؟ ما لو انا في المحلي مثلا بتجامل في 44 دوري اتجاملت. اولا ده مش منطق، انت راجل لعبت كوره وكلنا انا ناس بتوع كوره، منطقيا ما فيش نادي واخد 44 دوري حرام، واخد منهم كام؟ 20 دوري حلال، 20 يعني اقل من النص. انا برضه اقوى نادي في مصر، افريقيا اللي 12 دوري ابطال، فانت بتقول لي انا بتجامل في افريقيا؟ ده انا يا راجل، ده لو طلع لك بقى البوم في افريقيا من ايد انرامو للعرجون 2007 كنت في الاستاد. العرجون ده بجد انا كنت، انرامو دي فضيحه، بتاع انرامو دي فضيحه، والعرجون دي فضيحه برضه. انرامو دي ما بتعديش في ده شريف اكرامي كان يعني دي لو كان في فار طبعا كانت الدنيا اختلفت. فار ايه؟ طب حتى لو مش محتاجه فار، ده انرامو على العارضه بتاعه اللاين زمان يعني ما فيش غيره ومكان كده اهو، وعملها بايده كده صريحه. هو ده رد الاهلاويه عاده، ان انا لو انا بتجامل في الدوري طب انا افريقيا باخدها ازاي؟ لا هو مش رد الاهلاويه، انا قصدي ده الرد اللي بيتقال يعني. وكاس عالم وما اروح كاس عالم واعمل ميداليات، هو عنده مشاكل مع مصطفى شلبي في الزمالك فهو متضايق. انا هشوف الموضوع ده معاه دلوقتي. انا مصطفى شلبي عامل لي مشاكل نفسيه. طب اقول لك حاجه، مصطفى شلبي لاعب كبير قوي، بس بقول لك ايه، لاعب كبير قوي الواد، انا والله العظيم مصطفى شلبي عنده مشكله، ما اعرفش انت قريت ولا لا، عنده مشكله نفسيه وازمه مع الجمهور مش عارفه تتحل. امبارح انا كتبت كده بالنص، قلت يا جماعه مصطفى شلبي بعد ما زيزو خرج انا لو مكانه انا المفروض اتحول. ليه؟ لان مصطفى شلبي عنده امكانيات، وعلى الاقل عايز اقول لك حاجه، احرف من زيزو، بيعرف يعدي واحد لواحد، بيعرف بتاع طبعا. بس عنده حاجه ناقصه احنا مش عارفين هي فين. النفسي والثقه بينهم في مشكله، ما اعرفش بقى انت عندك مشكله في الفينش، ولا عندك مشكله في البصه الاخيره، ولا عندك مشكله في ان انت تاخد قرارات غلط. انت الوينج الوحيد اللي فاضل في النادي. انت متخيل النادي ما فيهوش وينجات طبعا، لان في الولد اسمه احمد الشفاري دوت اللي هو الجزائري باين، ده مصاب بقاله قرن مصاب، تونسي تقريبا، فانت مش فاكر تونسي ولا الجفالي. فانت المفروض انزل انا ابين بقى نفسي على الاقل لما اجي اجدد، لو هجدد، لو مش هتمشي اصلا اعرف اطلب بقى الفلوس اللي الناس بتطلبها دي. فاهم قصدي؟ الظروف دلوقتي في الزمالك صعبه قوي بالظبط. رحيل زيزو عمل ضجه كانت واضحه في ماتش السلم بوش، ضجه لكل الناس المسؤولين، للعيبه،
للجمهور اللي كان حاضر في الملعب. فانت لسه زيزو لسه قصه زيزو دي عامله صدى، انا بقول لك نفسي وسط لعيبه الزمالك في التفكير ممكن المالي انما مصطفى شلبي فعلا هو ناقصه بس الثقه هو الجمهور ان هو لعيب يعني فاهم. محمد زعل مني شويه بس يعني بس هو الحد يقول على مصطفى شلبي قدامي على فكره انا دايما اتكلم على مصطفى شلبي من قبل ما يجي الزمالك. لعيب كويس بس هو انا استفدت ايه وانت لعيب كويس وانت بتدينيش وانا مش عارف تخلص الماتشات، مش عارف تعمل اي حاجه. انا استفدت ايه يعني؟ عارف انت عارف زي صالح جمعه انت لعيب كبير قوي بس انت فين عندي انت برافو عليك. انا ده قصدي مصطفى شلبي كويس بالظبط بس هو في مشكله بينه وبين الكوره بقى، ما تعرفش مش حابه. في حاجه اسمها معد نفسي اللي جه في الاهلي فتره ومشي ده. معد نفسي ده هي دي مهمته ان هو يقعد مع اللعيبه. انا فاكر لا ده ما كانش مسك ده اللي انت بتقول ما كانش مسك ما مسكش ده ما كانش مسك على حد مسك لا ده ما مسكش لا هو مهمه المعد النفسي ان هو يقعد مع اللاعب شوف ايه مشكلته، موجود في كل حته في العالم. انت فاهم؟ هو ممكن يبقى يعني لعيب ما حدش بيلعب عليه، لعيب ما بيقعدش لحد، واخد ثقه كل المدربين اللي جم. معلش بتاخد عقد كبير، انت ناقصك ايه عشان تلعب؟ ماشي انت مش واخد بالك برضو يا اسلام لو انت مثلا لو انت ما فيش غيرك في الميديا مثلا، طب انت هتبقى انا احسن واحد وبتاع ومش هطلع النهارده اعمل فيديو مش عارف ايه، مش لاقي منافسه بالظبط. ممكن يكون مش لاقي منافسه، هو برضه بيكلمك من جانب قروي. في اتنين يقعدوا على الدكه انا لو انا عطلت. وعموما انا بالنسبه لي مصطفى شلبي مشكلته هي نفسيه مع الجمهور. دي وجهه نظرك. يعني هو لعيب كويس بس هو مش عنده مشكله نفسيه لسه مع الجمهور، مش قادر ممكن يكون مش قادر يستحمل. في لعيبه على فكره يعني احمد الشيخ احنا نجيبه هداف الدوري من مقصه يجي لنا مفيش خالص ويقعد دكه وما يلعبش، ولما ينزل يبقى وحش. تمشيه يبقى كويس مع المقصه، تجيبه تاني يبقى وحش. محمد حمدي زكي في لعيبه انت بتبقى جايبها من فرقها صح مكسرين الدنيا، ما بيقدرش يستحمل اهلي وزمالك وجمهور. يستحمل اهلي وزمالك هو ما بيقدرش يستحمل ده، ممكن يكون نفسيا بيأثر عليه تمام ممكن يعني دخلنا في مصطفى شلبي. طب نرجع تاني. تحب نرجع للاهلي وبيراميدز ولا نعدي الاهلي وبيراميدز؟ اللي انت عايزه انا معاك في اي حاجه. ماشي اخر حاجه في حته الاهلي وبيراميدز. يا باشا برنامج ايه رايك في طرد مهند لاشين؟ عشان في ناس كتير قوي سالتنا عن الموضوع ده ان مهند ما كانش ينفع يطرد. ان هم ممكن تكون مش انذار. الثانيه هي الثانيه ممكن تكون مش انذار، لكن لو حكم مصري كان زمان طلع عليه فرح، انما ده برضه حكم اجنبي والفار موجود، فالحمد لله الحكم هولندي. على فكره طلع عليه فرح. ايه طلع عليه فرح؟ على ايه؟ على الحكم. ما ده برضه معلش مش الذكاء ان هو قابض يعني فاهم، حكم اجنبي قابض. معلش بيراميدز راح يجيبه يعني برضه، يعني احنا برضه بيراميدز طلب حكام اجنبي. لا مش بيراميدز انتوا جايبين ولو بيراميدز لغى. حلو لو حكم زي ده يا جدعان، ده حكم كاس عالم، ده حكم كاس عالم، حكم تشامبيونز ليج يا جدعان. ازاي يا جدعان بجد يعني؟ لا نجيب مين طيب بجد؟ ثواني يا باشا، يعني ارشي اصلا الحكم بيبقى جاي واخد $70,000. احنا ما نتمش حد بكده عشان لا ما اقصدش انا، الجمهور اللي بيقول كده، الجمهور بيقول الميديا بتقول كده. يعني مثلا لو حكم النادي الاهلي مثلا هيفكر يرشي حكم زي الوندي، انا بديله اصلا $70,000 فالحكم ده عشان ارشيه اديله كام مثلا؟ عشان يجي مثلا $200,000 عشان يكسبني ماتش. طب ما تكسبني، مش مستاهله، مش هاخده يعني عشان ماتش بيراميدز ادفع له $200,000 ليه؟ جائزه الدوري مش بالظبط. ايوه لا طبعا هو الحكم برضه هفضل اقولها، الدوري الانجليزي في كميه كوارث تحكيميه لو شفتها اقسم بالله شفت حاجات بعيني. انا بقول ازاي ده بيحصل يعني. ايه دوري بحكم البريمير ليج اقوى بطوله في العالم من وجود الفار وتغلط الغلطات دي، ويورجن كلوب كان بيطلع يخبط الكوارث اللي بتحصل هناك. يعني في كوارث بتحصل هناك بشعه يعني. بس فالتحكيم في كل حته سيء يعني. خلاص احنا كده ندخل بقى على زيزو. ماشي طيب ممكن ابدا زيزو انا بسؤال مش من عندي. يلا هناخد سؤال من احنا كنا طلبنا من الناس تسالك اسئله. مهم ناخد تمام. فكان في سؤال من الاسئله عن زيزو. لحظه واحده لا اجيبه لك عشان كان سؤال مهم. ماشي طيب بيقول لك دلوقتي بالنسبه لك يا اسلام زيزو بالونه ولا هيبقى احسن لعيب دلوقتي؟ انت هتشوفه ازاي؟ السؤال ده جميل انا بحاول اجيب اسم، بحاول اجيب اسم ده من الاسئله السعيده بالنسبه لي. ابص ماشي طيب مبدئيا ولا اولا طبعا انا مش حاجه انبسط بيها ولا حاجه احطها وسام على صدري اللي طلع لي كلمه بالونه دي انا في مصر. ليه؟ لان انا دايما كنت بشوف ان زيزو في الزمالك حلو وحش. الزمالك اصلا بيعمل الموضوع ده مع اي لاعب. السيد عاطف هو اللي سالك السؤال عشان نقول ماشي. زيزو هيبقى بالونه ولا ايه رايك في زيزو دلوقتي؟ بس هرد عشان انت ماشي. واراك الكومنت كله هو بايخ شويه. يلا اول واحد طلع على زيزو حوار بالونه هو انت، فقول رايك زيزو هيبقى عامل ازاي. وعندي قاعده عامه ان 95% من الاهلاويه مبداهم بيتغير من حاجه لحاجه حسب مصلحتهم. لا طبعا لا طبعا مش كده في الاهلاويه خالص. هو لو بيتكلم عننا فانا هتكلم عن نفسي. بص زيزو وهو في الزمالك او بلاش زيزو، يركن زيزو جنب عشان اقول لك حاجه الاول. اي لاعب في الزمالك بيدخل المنظومه مجرد بس يتالق يجيب جون يبقى له ارقام يبقى له بطوله
فجمهور الزمالك بيصنع منه حدث. ولنا مثال مؤخرا في ايمن حفني، بقاليو حفني، مصطفى فتحي، السافل، باسم مرسي، الحراق، والثلاثه دول لو جيت بصيت لهم دلوقتي كلهم مش موجودين ولا اساطير في الزمالك ولا حاجه، مع ان جمهور الزمالك كان حاططهم في مكان بعيد. نفس الكلام ينطبق على زيزو، مع اختلاف ان زيزو احسن من كل الاسماء اللي انا قلتها دي فنيا. على فكره مصطفى ايمن حفني لاعب كبير قوي. انا شايف لا، مصطفى فتحي احرف من زيزو. انا لسه هقول لك، في ايمن حفني ومصطفى فتحي اتنين مهاريه قوي قوي، بس كعقليه وكانضباط وكالتزام وكعمل ارقام اقوى منهم زيزو. مع كامل احترامي ليكم انتوا الاثنين، هو زيزو مش حريف اصلا. زيزو مش حريف، وانا بقول كده من ايام كان في الزمالك. لا هو مش حريف، هو مش حريف اللي هو المهاره الواحد لواحد. زيزو راجل كده يعني، فاهم يعني، هو روح ووقت ويديك مجهود والتزام والحاجات دي كلها، استمراريه على مستوى 4-5 سنين، وراجل ملتزم. وكل الناس اللي بره الكوره اللي عارفيني بيقول لك الراجل ده ملتزم قوي في نومه وفي اكله وفي ستايل حياته. فنرجع بس للقصه بتاعت ماشي. فهو في الزمالك، جمهور الزمالك قادر انه يعمل فعلا من الفسيخ شربات، بس حتى لو الشربات ده طعمه مر. طب ما انتوا بتعملوا كده مع مين؟ انتوا بتطلعوا مين الراجل ده؟ انا طالع ترند بقالي 3 ايام ان انا بس قلت على امام عاشور انه جاي في الاخر يعمل كده. اتشتمت من كل الاهلاويه. ما بتكلمش عليك انت، بتكلم على جمهور اهلي اغلبه ان اكرم مفاسه وما اعرفش ايه وبتاع ومش عارف ايه. دلوقتي اكرم بيتشتم عشان عايز يمشي. لا بص معلش بقى، نفصصها، اديني بس مساحتي في الرد. لا عشان اعرف افند الموضوع. انت جاي تتكلم براحتك، قول انت عايز. بص، اكرم توفيق او اي لاعب في الاهلي، احنا جمهور الاهلي هو 95% بقى من جمهور الاهلي، مش بغير الحقيقه 95% من جمهور الاهلي باصص على مستوى محمد عامل ازاي النهارده، باصص على مستوى كريم عامل ازاي النهارده. انتوا الاثنين كويسين، لازم تطلعوا ترند ان احنا شايلينكم فوق راسنا. لكن اليوم اللي محمد بيبقى وحش او كريم بيبقى وحش، انت بتاخد على عينك، مع انك امبارح لسه بقول عنك كويس. لان انا لسه بقول لك امام عاشور من كام حلقه هو اللي شايل الاهلي، هو اللي عامل، ولا قلت بس كلمه واحده عليه فالناس ممكن تكون زعلت. احنا بنقيم حاله عكس كلمه بالونه دي بقى اللي انا فاهمكش، انا فاهمك بس الموضوع ده. زيزو في الزمالك بقى له موسمين وحش قوي رقميا، ارقامه قلت ومستوى، وحتى مع منتخب مصر زيزو مش موجود مع منتخب مصر. يعني احنا لسه الجون اللي جابه تقريبا، او الجون اللي جابه في ماتش اثيوبيا وماتش سيراليون انت رامي ربيعه كان معدي في الاهداف الدوليه، مع ان رامي ربيعه ما لعبش قده ماتشات منتخب، وبعدين نشوف رامي بن زمان، اما مدافع يبقى معدي واحد زي زيزو مع منتخب مصر. فلا معلش، وجمهور الزمالك كان دايما شايف زيزو ده 100 مليون جددوا له. معلش انا في جمهور من الزمالك قال لك احنا هندفع له من جبنه، مش انت ولا انا مثلا اقول حاجات كده، سيبك من انا وانت. جمهور الزمالك اغلبيته اللي كنا بنشوفه مدرجات اللي بيروحوا يكلموا زيزو وهو خارج ويكلموا الناس، وزيزو والنبي هيجدد. البالونه هنا بقى. احنا رمضان صبحي، بلاش رمضان صبحي عشان الناس، احنا هيلعب عندنا يا باشا، انت عايز تمشي مع السلامه. محمد شريف الناس كلها النهارده تشكره ما انه عارف بس انه مضى للزمالك. رامي ربيعه يمشي. اقول لك حاجه والله، وانا عن نفسي بتكلم نفسي وبتكلم بلسان كل الاهلاويه في الحته دي، لو بكره الصبح قلت لي مين نجم فرقتي بعيدا بقى على اللعبه اللي جايبها من الزمالك، الشناوي مضى للزمالك، اقسم بالله جمهور الاهلي عمره ما هيقول ازاي يا اداره فاشله، ازاي ما تجددولوش ب 200 مليون جنيه، يلا يا عم على السلامه. طب استنى، انا عندي بقى حته بقى في الحته دي، انا مستني تخلص خالص عشان لا انا هروح في الحته دي طبعا، عشان جمهور الاهلي عنده ثقه ان هو يقدر يجيب حد غيره، لان في بادجت، في ميزانيه، اقدر ان انا تسمح لي ان انا اجيب حد تاني افك محمد عبد المنعم ب2. دي حاجه ممكن تكون اداريه، لكن مش موجوده في الزمالك، مش موجوده في الزمالك. انا كان مثلا نقطه بالونه وان كنت بقول عليها قبل كده، عشان بس اقفل لك دي خالص اخر 30 ثانيه بس يا باشا براحتك. زيزو في الزمالك بيبقى وحش، انت حبيبنا انت، بس المهم ما تروحش الاهلي. حتى لدرجه ان جمهور الزمالك كان بيقول لي نفسي حتى يروح الخليج بس ما يروحش الاهلي، المهم ان هو يمشي من عندي ما يجيلكش انت. فزيزو بالنسبه له هم يفضلوا انتوا او جمهور الزمالك دايما بيضخم في اللاعب عنده لدرجه انه بينفخه. الاهلي ما عندوش الحته دي، وانا عارف انا بقول لك ايه. اللاعب كويس، اما اكرم كان، طب امام بينتقد، اي لاعب في النادي الاهلي بينتقد، بس مفيش لاعب فوق الانتقاد يعني، بس خلاص. انما لا، جمهور الزمالك ما كانش بينتقد زيزو، وكان دايما شايفوه اما راح يستلم بطوله افريقيا، سوري، احسن لاعب في افريقيا. اوكي، ده احسن لاعب، ده ازاي ما ياخدها، ازاي الحارس ياخدها، هو عمل ايه معلش؟ لا رقميا لما يبقى في الكونفدراليه رقم 2 جاي 4 مساهمات تهديفيه وما خدش يعني، واخد البطوله، والنجم البطوله من وجهه نظري واحد زي مثلا اتاخد حقه، مثلا زي مثلا اللي جه مثلا احمد حمدي في الاخر، ده راجل كان كويس في البطوله. في ناس ثانيه كانوا، عواد كان كويس قوي، رجع عواد كان كويس قوي بالظبط. الناس كلها نسيت ده مهم ان زيزو فحته وعايز اقول حاجه بقى ختاما للقصه دي، طبيعي لما يجي الاهلي مش بالون، طبيعي، ده مش تدليس ولا ابعد، ده مش تغيير راي ومبدا وكلام. لا امام عاشور جه النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي كان رافض، وانا واحد زي امام عاشور شتم رموز النادي الاهلي في الزمالك، انا مجبر. الاهلي جاب حلوه الجمله دي عشان في سؤال عليها، الاهلي يتحمل قرار ان هو جاب لاعب عمل كده. انا كنت قاعد مع كابتن حسن حمدي وانا مسافر قطر، انا وعايدي شاهدين، يعني عايدي بقول اسمه اهو، انا وعايدي واحنا مسافرين، بقول عايدي بص حسن حمدي اهو، مش مصدق انه عايز جاي معانا. قلت له تعالى نقعد مع عايدي، راح اتكلم، قال عايدي ساله سؤال، قال له ايه رايك في قصه امام عاشور يجي النادي الاهلي؟ قال له لعيب كويس يجي. قال له لا يا كابتن، بس ده كان قايل شتم رموز النادي الاهلي.
فكان قاعد مع حفيده وقاعد مع ابنه تقريبا او حد كده، فقال له شتم الاهلي ازاي يعني؟ شتم الاهلي ازاي؟ كابتن حسن ما يعرفش، ما شافش ما شافش الموضوع ده ولا يعرف عنه. كابتن حسن مش هيمسك موبايل. تمام. وما يعرفش، وده اللي قاله عموما يعني ايا كان عارف. فقال لكم ايه لما قلتوا؟ قال لنا انا لو موجود في النادي الاهلي وانا عرفت ان في لاعب عمل فيديو كده انا مش هجيبه. اداره الاهلي اتحركت وجابته، هي حره. حلو ده، هي حره تتصرف في اللي عايزاه. حلو. هو راجل عمل كده، جه النادي الاهلي كل 95% من جمهور الاهلي كان رافض. ممكن اعلق على دي بقى؟ انت كده، انا اسف معلش. لا اتفضل. يبقى انت كده بقى كسرت لي يعني ده سؤال برضو موجود من حد هنا. كسرت لي فكره بقى ايه. ما تقعدش بقى تقول لي اصل المبادئ ومش خلاص بقى هي راحت خلصت المبادئ دي. لا الموضوع ده اتقفل، انت بتدور على مصلحتك وخلاص. ما تجيش بقى تبيع لي فكره المبادئ دي خالص. مبادئ في غلطات لا عندي ده اولا. ثانيا ما فيش نادي عنده مبادئ 100%. اصل انتوا اللي بيبيعوا الفكره دي. لا انا عندي مبادئ فعلا. مفيش حاجه مش انت كاسلام. لا في جمهور الاهلي والاهلي في لعيبه قدام قوي في الاهلي وفي الزمالك بيبيع فكره ان انا وكأن ما حدش عنده مبادئ. ماشي يا باشا، انت عندك مبادئ بس انت ضربتها بصفقه امام. حلو خلاص. ارد بس قصه امام دي قبل ما نرجع نقفل قصه بالونه دي تاني. بص رد. امام عاشور وقصه المبادئ. اولا في كل حلقاتي الحمد لله موجوده على اليوتيوب، يعني مش بقول لك كلام انا بجدده. انا حلقاتي موجوده دايما اقولها. انا مبادئي 95% غيري 50. انا مبادئي 50% غيري 10. انا مبادئي 10% غيري 0. دايما هتبص للنادي الاهلي. النادي في مواقف، اصل بص لك حاجه، اما يبقى عندي موقف 85 وعندي موقف زمان في الستينات وعندي موقف التتش السفر عندي مواقف كتير في لعيبه مثلا ببقى عصام الحضري وابراهيم سعيد وابراهيم سعيد وحسام وابراهيم، ومواقف كتير تدل على مبادئ النادي الاهلي وعدم ان هو المهم المصلحه. فاكيد عندي اخطاء. امام عاشور غلطه لو هنعتبرها انها غلطه 1 2 3 من 100 موقف. من 100 موقف في مبادئ للاهلي ويدل على النادي الاهلي، فجيت قلت انت عندك غلطتين مش مشكله. غيري بقى انا ببص على معلش اما ببص على منافسيني انا بقولها بمنتهى الامانه ومش عايز حد يزعل من دي. ما بشوفش النادي في مصر طبق موقف فيه مبدا واحد في الحياه. واحد يعني موقف واحد اقول يعني مثلا الموقف الاخير حتى بتاع زيزو اخر واحد، انا ما اشوفش ان في اي مبادئ من الزمالك. انا اسف حتى ولا بعض الجماهير مع احترامي. ما فهمتش النقطه دي معلش. هفهمها لك. يعني دلوقتي زيزو ماشي، ايه علاقه مبادئ الزمالك بالموضوع؟ لا علاقه الزمالك بالموضوع ان الزمالك ان دايما جمهور الزمالك بيقول، انت بتقول لي واحد دلوقتي بيقول لك 95% من جمهور الاهلي كذا. ماشي. فانا لا بقول لك بردا على ده. حد زملكاوي سالني فانا برد عليه. بس لا انا بفهم منك بس. لا علاقه الزمالك بالموضوع لازم زي يدخل في الموضوع. لازم. هو ضرب طبعا، لان انا اللي ما بينتقدنيش في الموضوع ده الا الزملكاويه. ماشي. فانا كلامي مش موجه الا للزملكاويه طبعا. يعني لازم موضوع بالونه وزوم وما اعرفش ايه والكلام هيرجع تاني للقصه دي مع قصه المبادئ هنربطهم ببعض. دلوقتي مثلا ايه اللي حصل في مبادئ في مجلس اداره الزمالك في ان لاعب بيتم المحايله عليه حرفيا. دي اقل كلمه، دي اشيك كلمه. محايله عليه هو وباباه لاخر لحظه عشان انت عايز 100 يا باشا. انا دي امكانياتي مش عايزني انا اللي عملتك من اول يوم هطلع بيان. لكن هم عملوا الكلام ده لما عرفوا ان الاهلي وقع للاهلي. طب احنا هنوقفك، طب احنا مش عارف ايه. فالجمهور ابتدى يشتم. قبليها برضو الماتشات اللي قبليها انا شفت الجمهور كان في المدرج قال ايه. واحد من المدرج قال لك انا ممكن ادفع مرتب، واحد بيقول انا ممكن ابيع كليتي. لا طبعا ده تلاقيه مستلف. لا دي ناس تعبان. بقى واحد من جمهور الاهلي نفترض ان مخه تعبان قال لك انا ابيع كليتي عشان رمضان يقعد. مش هتلاقي جمهور الاهلي بيعملها كده. فمعلش حاسبني على مبادئي. انا مبادئي مش 100% لان عندي ناس خطائين في حق الاهلي. انت بتقول كده وبيمسكوا، بس الاهلي ما بيقولش كده. الاهلي كمنظومه ولا كجمهور؟ ككله. يعني ايه يعني انتوا يعني اقول لك على حاجه دايما مصدرين. بص هو انا فاهم كريم قصده ايه. يعني انا واحد مثلا زي كابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع يقول لا والاهلي عنده قيم ومبادئ وممكن بس يبقى فيه مشكله حصلت ولكن ده مش خطأ. الاهلي عارف هو بيعمل ايه. فدي حاجه. لا دي كلمانه الموضوع. بس انا اقول لك حاجه. انتوا بتحاولوا كجمهور مثلا يا اسلام ان انا في موقف مثلا انت حاسس ان هو غلط زي موقف امام. حلو. انت بتحاول تحط الموضوع في كيس هدايا حلو عشان تبيعه للجمهور. حلو الكلام. ما انا جاي لك اهو. فمثلا جينا في موضوع امام ده، فجه الكابتن عادل القيعي وراح قايل ايه اصل انا ده مش عندي ولما يبقى عندي ابني وبتاع وابني ومش ابني. دي حاجه ده انا مؤيد جدا. لا يا اسلام الراجل ده طلع شتم وعمل فانت انت كسرت كل حاجه انت بتنادي بيها. حسام ابراهيم 96 عملوا ايه مع جمهور الزمالك وهم خارجين؟ لا كان معلش انا ما اقدرش اعمل حركه بايدي عملها حسام ابراهيم للجمهور. سنه 2000 بعدها ب4 سنين كانوا متشالين على الاعناق في الزمالك. ابراهيم سعيد في ماتش 6-1 عمل ايه وهو خارج؟ انت عارف اصلا سبب طبعا انت بتبيع فكره المبادئ. انا ما ببيعهاش. انت بتقول مش قصدي ان انا ما عنديش، بس انا مش مصدر للناس ان انا شيخ وولي. فاهم؟ عارف لما واحد مثلا يقول لك مثلا ده مثلا ده كذا وكذا وبتاع ربنا وبتاع مثلا، يعني مش قصدي حاجه، وبعدين مثلا ايه تشوف ماشي مع بنت هتقول ايه
ده بيتضايق علينا. بس لو انا بقول لك يا عم انا راجل خطاء وراجل وبتاع مش ماشي مع بنت، مش تتكلم عليها في حاجه، ده مثال. فنفس الفكره يا اسلام، نفس الفكره. نفس الفكره. جمهور الاهلي عارف ان يبقى عنده اخطاء كتيره، وعارف ان ممكن يبقى في اخطاء اداريه، وعارف ان ممكن في اخطاء مثلا. يعني هات لي موقف غير امام عاشور مثلا تقول ان الاهلي ما عندوش مبادئ. قلت لك انا ما عنديش ذاكره كفايه. ولا لا بس احنا اصل التاريخ احنا عايشين. انا بجيب الحاجات القريبه. في ناس اتكلمت على عبد الله السعيد مثلا، اللي حصل في حوار عبد الله السعيد ان انا وديته اهلي جده، وبعد كده لما راح فنلندا ورجع تاني هو اللي حصل مع عبد الله ده كان ينفع؟ انا ما هو ضحك عليه. دي حاجه مثلا ضحك عليه يا جماعه. بالظبط. وانا نفس الكلام، انا موقف عبد الله ده يومها وكنت موجود على الميديا وبعمل سوشيال ميديا، قلت لا ما ينفعش. بالظبط. بس القصه عشان كانت مع تركي آل الشيخ، فالناس ايه انت ازاي يا اسلام تبقى مع حد ضد حد؟ طب والله انت راجل محترم، لان اغلب السوشيال ميديا الاهلاويه يلا ويلا نرميه ويلا نبطله كوره ويلا، وعنف غير مبرر ناحيه الراجل. يا عم ما يسيبك يا عم، هو انت اخر نادي في الدنيا؟ عبد الله راح الزمالك مع السلامه. انما اداره الاهلي، اسمع اللي بقول لك عليه ده، عشان ده اللي انا بشوفه في مشهد اهلاوي. ومش عايز اقول لك انا قريب من حد، انا مش قريب من حد، لكن انا قريب الحمد لله من الناس يعني اللي هم في النادي المعروفين على السوشيال ميديا، وناس في دواخل النادي واخبار عارفينها يعني. اوكي. اولا موضوع عبد الله السعيد انه اجهش بالبكاء دي حقيقيه، اقسم بجلال الله، ومن طرف ملوش اي علاقه بالموضوع خالص. هو كان قاعد في القعده دي قال لي فعلا عبد الله السعيد كان قاعد بعيط وانا ندمان انه عمل كده ومش مصدق، يمكن بيمثل. لكن ان انا اجيبه واجيب راجل يرجعه لي من الزمالك، عارف ليه؟ لان كابتن محمود حس ان اول مره مرتضى منصور او اي حد في رؤساء ياخد منه لعيب، يتاخد منه لعيب بالشكل ده مباشر. انا خدت من الزمالك ياما مباشر. حسام ابراهيم انا ممشيه، ابراهيم سعيد انا ممشيه، الحضر انا ممشيه، لكن انك تاخد مني لعيب كان في فورمته. انا على فكره ما بحبش عبد الله السعيد، بالنسبه لي عبد الله السعيد عمره ابهرني. انا رايي انا ممكن اكون غلط. انت بتتكلم بجد؟ والله عمره ابهرني. عبد الله السعيد ده بدايه الصفاري كانت بتبقى مع عبد الله السعيد. عمري ما حبيته خالص عبد الله السعيد في الكوره، وما بيبهرنيش بالشكل. على فكره ممكن اكون شفته وقت في الزمالك في الفتره الاخيره في ماتشات احسن، يعني كان بيلعب يعني في الماتشات ده احسن من الاهلي، مهم يعني. فكابتن محمود الخطيب حس ان انا معلش يعني ما اخدش القلم ده من مرتضى، فتقوم عاملين معاه كده غلط. وانا قلت غلط، وفي اهلاويه ممكن انت قلت غلط. تمام. كل السوشيال ميديا الاهلاويه. طب ما تحكمش على تسمح بقول لك ايه، انتوا الاثنين عايزين مناظره. طب تسمح لي على معلش ما تحكمش على جمهور الاهلي من السوشيال ميديا. اسمحوا لي بدقيقه. اتفضل. جمهور انا مش مجمع، انا الكلام بيحضر دلوقتي فهلخبط الدنيا. عادي. طيب جمهور الاهلي لما بيطلع لعيب من عندك انت بتبقى عايز تبطله كوره، حلو؟ ده اللي بيحصل زي ما حصل مع عبد الله. بطلوا كوره دي عايز طب خليني بس اكمل. اصل انا هنسى الكلام. معلش بطلوا كوره انا اكرهه في اليوم اللي جه فيه الاهلي، زي ما حصل يا اسلام مع رمضان. انا رمضان اقسم بالله العلي العظيم انا كان صعبان عليا. الواد بيتشتم ليل نهار وبيتبهدل وبيتفشخ في كل مكان لمجرد ان انت رفضت تجدد مع الاهلي. يا جماعه في هو انتوا يعني، انا مش عايز اقول كلمه تتاخد عليا، بس هو انتوا ايه؟ هو انتوا الاله يعني؟ ما فيش كده يا جماعه خالص. لا. يا جماعه انت في الاخر نادي، انت كنادي بتدور على مصلحتك، هو كلاعب بيدور على مصلحته. انا دورت على عشان بس اقول برضو ارقام. زيزو جه رمضان، خليني بس اكمل معلش انا اسف عشان بس ما انساش. لا انا هنسى والله. انا اتفضل يلا. رمضان لما جه كان الاهلي عرض عليه كام؟ كان عرض عليه 12 مليون جنيه و6 ومش عارف ايه وبتاع 20 مليون جنيه في السنه. جه بيراميدز قال له يا عم انا هديك 40 كدلا. تمام. الراجل شاف انه والله هي ليها حسبتين، نفس مبدا زيزو. والله في حسبه ان انا هقعد في الاهلي واخد 20 مليون جنيه، و20 مليون جنيه مش مبلغ، مش رقم صغير على الاقل بالنسبه لنا احنا. تمام. لا واللعيبه بالنسبه لها لا ده مبلغ برضه، ده مش مبلغ صغير. حلو. بس في المقابل انا في ليجاسي وهبقى اسطوره النادي الاهلي بعد ابو تريكه. حلو الكلام. ورمضان ده هو خارج من النادي الاهلي. رمضان كان صغير ساعتها، ممكن اصلا ما يكونش فكر في الكلام ده كله. هيتعمل له تمثال. حلو بالظبط يعني. حلو. رمضان وهو راح بيراميدز جاي 40 خلاص هو قرر كده. ليه الجمهور الاهلي خلاص شكرا رمضان على الفتره دي، شكرا جدا انت كنت يعني بنحبك وابن النادي وبتاع، بس احنا مش عايزين نعرفك تاني. ليه الاهانه والشتيمه وتك ونفس اللي بيحصل مع زيزو دلوقتي وانا رافضه لانه باع النادي. نفس اللي بيحصل. لا ليه باع النادي؟ ليه يا عم؟ هو ما هو زيزو برضه قرر ان هو يبص للفلوس يا اسلام. طب ما احنا عارفين ده ايه المشكله فين؟ عايز اعرف المشكله فين. ما هو المشكله ان انت ليه عايز تبطل مصمم ان انت اللعيب يطلع من عندك، عايز تبطله كوره وعايز تهينه طول الوقت. بص. وانا رافض ده بيحصل مع زيزو دلوقتي. انا رافضه عشان ما بقاش انا بقول عنديش مبدا. انا رافض الاثنين. اما تخلص وعايز نرد قول لي رد. طيب ماشي كفايه يا عم انت تضيف. معلش انا لازم ارد بقى. بس اللي اتعمل، بحاول اوصل الفكره، اللي اتعمل مع زيزو ماشي وهيتعمل معاه، ماشي، واللي اتعمل مع رمضان وهيتعمل معاه، واللي اتعمل مع الحضري وهيتعمل معاه، اقسم بالله ما يجي 1% من اللي اتعمل في امام. الخوض في عرضه وفي مراته وصور معلش انا اسف غلط. طب بص بقى ده بقى بقول لك بقى جمهور الزمالك بقى اغلبيته بتتكلم على السوشيال ميديا. صح. السوشيال ميديا الزمالك كلها يحصل حاجه
جوز الست ايه دخل مراته في الموضوع؟ اصل مش عارف ايه صح. لا معلش بص الغلط غلط. جمهور الزمالك في غضبه مؤذي نفسيا، انا بقى معرض لده ان انا بعمل انتوا كده برضه حلو جميل. انتوا بطلتوا محمود علاء كوره يا راجل، حرام عليك. بس مش حرام هتبقى في اهل ولا في بيت. لا سيبك من الشتيمه غلط. انتوا بطلتوا محمود علاء كوره اسلام يا باشا. كلاشات الكوره لازم كلاشات ايه؟ محمود علاء ده كان كده، انتوا عملتوه كده لما يا جدع. ده فتره ده فتره والله. محمود علاء في البيك بتاعه ولا رامي ربيعه؟ لا يا راجل، محمود علاء في البيك بتاع، هو البيك بتاع رامي ربيعه امتى اصلا يا سالم؟ بيك ايه؟ مش بيك يا محمود علاء كان جه عليه وقت تقريبا كان هداف الدوري. في ماتش جه فيه هاتريك. ايوه ماتش محمود علاء جه فيه هاتريك، انا فاكر 3-3 تقريبا. ده يرضي ربنا الراجل تبطلوه كوره تريقه يا جدعان. حرام ده بيحصل. تريقه في الكوره عادي، كل لاعب عليه انه يستحمل. محمد هاني من اكتر الامثله اللي قدامي اللي بيتحط عليها تحفيل من جمهور الاهلي. محمد هاني صلب وهو الاساسي على احلى باك رايت يجي هات لي عمر كمال وكريم فؤاد واكرم بعيدا عن اصاباتهم ربنا يشفيهم كلهم. محمد هاني هو الاساسي. اي مدرب بيجي انا عايز محمد هاني. سدد وداني، راجل ملتزم. ففي لعيبه بتتاثر بالنقد وفي لعيبه بتحلق. عماد متعب. فانت كجمهور مهمتك ان انت تدمر لعيب؟ لا حته التدمير التدمير دي انا عارف يعني ايه. احنا اتفقنا في جروب ان احنا هندمر محمود علاء، انما هو عمل لقطه. طب ما انتوا بتتريقوا لحد النهارده. انتوا كده يا اسامه عملتوا كده صاحبي. احنا ممكن اجيب لك لقطات لجمهور الزمالك رافع لك مثلا رجل امام وهو نايم وعامل رجليه كده ويقول لك بص امام اللي احنا زحفناه. اللي فيه بقى واحد تلم بيعرف يعدي، مش يجي زي امام اللي كل ماتش انا ببقى سبحان الله ببقى حاضر ماتشات اهلي والزمالك بره مصر لازم اشوف امام عاشور اول ما الكوره تجيله العبيطه اهو وشتيمه كل ماتش. على الاقل محمود علاء الكوره لما كان بيجي له ما كنتش بقول له العبيطه اهو، هي الميديا بس هو ركز معاها فراح في الطريق ده غلط وكل الجماهير غلط. بس انا بشوف ان هو طول ما هي في السياق تحفيل وهزار انا بشوف ان عادي لا غلط في اهله ولا غلط في بيته. انما جمهور الزمالك الماتش اللي فات زيزو شتمه هو وابوه. خلينا ناكد المره الالف ان فكره الخوض في الاعراض وشتيمه الام والاهل وبتاع ده لا يمت للكره بصله، لا من الاهلي ولا من الزمالك ولا الاسماعيلي ولا المصري ولا اي حد. وانا زملكاوي اهوت، انا ما كنتش مبسوط خالص بالفيديوهات اللي انتشرت دي. يا عم حفل على زيزو كلاعب، قول عليه خاين، قول عليه ما يعرفش يلعب، قول عليه بالونه زياده لحد ما بوظ مستواه. على فكره انا مش ضد دي. انا ممكن ده حصل مع لعيبه كتير. شفت لويس فيجو لما راح من برشلونه ريال مدريد في اول ماتش بالظبط. اقسم بالله الماتش ده انا من يعني واترمى عليه راس خنزير وبتاع الملعب بايظ يعني فاهم. الملعب بقى بايظ عليه. الموضوع عندنا مختلف هنا كعادات وتقاليد وكمجتمع ان انا اقعد اشتم ام واحد انا من زمان الكلام ده يا جماعه. هو ده من زمان. ابسط مثال شيكابالا كريم ابسط. ايوه ما ده غلط يا جماعه بعد اذنكم. ما حدش يشتم لعيبه الكوره، ما حدش ينساق ورا الموضوع ده غلط يا جماعه. صفحات الكوره على فيسبوك تسمحوا لي اخدها في حته تانية؟ انا اسف معلش انا اسف والله مش قصدي اخدها في السكه دي، بس هي جت بظروفها كده. محدش فينا هيستحمل ان يجي بعد عمر طويل واقف قدام ربنا واتحاسب ان انا خدت في اعراض ناس ده مش بره عشان الكوره. انا هتحاسب، انا هقف قدام ربنا اتسئل عليها صح. انا هرد عليها ازاي؟ لا اهلي ولا زمالك ولا في لعيب كوره هينفعك. بالظبط مش حاجه تنفعك في حاجه انت بتيجي وتخوض في عرض حد، دي مالهاش اي علاقه. وانا يعني ربنا يسامحنا والله. مثالي كلنا ممكن نكون في غضبنا شتمنا وبتاع، ربنا يعني ربنا يسامحنا كلنا طبعا. بس الغلط حتى لو عملناه في فتره او حتى لو عملناه غصب عننا لازم نقول عليه غلط بصرف. لا من الاهلي ولا من موضوع الرد على زيزو ده. زيزو وهو في الزمالك كان بيتنفخ زياده عن اللزوم حتى لو هو فنيا وحش. ببساطه هيجي الاهلي هيتعامل بالقطعه. احنا بنتعامل مع لعيبه الاهلي حرفيا باليوميه. انت النهارده عملت ايه؟ عملت خناقه في التمرين؟ لا التمرين كويس. الماتش جيت لعبت حلو هنقول عليك حلو. انما فاحنا ما بنطلعش لاعب عندنا باللي هو مثلا انت هتفضل ماتشات سيء احنا نفضل نسقف لك. مع ان بقى في لاعب على فكره عايز اقول لك ضحت للاهلي وعملت للاهلي وفعلا سابت فلوسك. لكن احنا حتى ما بنبصش في الحته دي. انا عايزك لاعب كوره كويس. ايه مفهومك لكلمه تضحيه في الكوره؟ والله ده انا دايما اقولها. يعني ايه بالظبط؟ يعني ايه تضحيه؟ حتى قلتها في حلقه امبارح. قلت انت ضحيت مثلا ب 20 مليون مقابل ان انت في الاهلي كنت 15 مثلا. معلش ايه التضحيه في مليون في ملايين يعني؟ بالظبط. فلا ممكن يكون الناس سابت مبالغ بس اكيد بتستفيد منها بحاجات تاني. بتستفيد منها بعلاقات، بتستفيد منها باستقرار، بتستفيد منها بانضمام لمنتخب، بتستفيد منها بحاجات كتير قوي ممكن لو انت محترف ما تحققهاش. بس يعني فقصه زيزو دي انا شايف ان هو يعني هو ان شاء الله ينجح في الاهلي. ولو هو في الاهلي وحش هنقول عليه انه وحش يعني. هنرجع برضو لقصه زيزو بس هناخد سؤال من الاسئله اللي الجمهور كاتبها. طبعا في واحد بيقولها بعد الحلقه اسلام مهدي يدينا صفر. لا طبعا لا والله انا مبسوط قوي حياة ربنا. ماشي. السؤال ده حلو. ليه بعض الاهلاويه بيقولوا عليه انه بيهد الفرقه مش بيدعمها على اسلام؟ انك في التقييمات يعني بتهد الفرقه مش بتدعمها، مع ان انا شايف انه ساعات كتير بيبقى منطقي وبيقول كلام مظبوط بعيد كل البعد عن ان هو يهد الفرقه والكلام ده. رايك ايه يا اسلام؟ ده حد محترم قوي اللي سال السؤال ده. خالد عز الدين حبيبي يا عم خالد. فدلوقتي انا اصلا بقالنا كام يوم
انا في قصه ان انا بس في حلقه ماتش الاهلي وبيراميدز قلت ان اخر 5 دقايق في ماتش الاهلي امام عاشور داس على نفسه على فكره مش وحشه وخد سبرنت. لا انا خد كمان بالك اسلام، خد بالك ده ده بقاله 90 دقيقه بيلعب. يعني اكيد هيجي في اخر يعني معلش لياقته هتقع خلاص مش قادر. صح انا ما قلتش حاجه، انا بقول بس احنا جايين في الاخر ندوس على نفسينا ونشد على نفسينا. على فكره دي حاجه حلوه قوي سبحان الله والله العظيم. انا قبليها وبعديها كنت دايما بتكلم على امام بقول لهم يا جماعه ما ينفعش لعيب انا جايبه من الزمالك ومفروض من ابنائي ويبقى عنده الغيره والحميه دي. انا ماتش باتشوكا اللي احنا خسرناه ضربات جزاء الكهرباء ده اقسم بالله كنت في المدرج امام عاشور باور ابن لذينه فعلا لحد بص ما بيقفش. وعلى فكره امام من ساعه ما راح الاهلي وهو كده يا جدعان حتى في زملكاوي اهلاوي هو احسن في مصر ما بيقفش. فانا لما جيت انتقدته بس في الحته قلت يا جماعه انا بس عشان طريقتي انا دايما بعمل فيديوهاتي ما بتبقاش طريقتي ان انا قاعد بتكلم بتتريق يعني فاهم. لكن انا بعد لوحدي بتبقى طريقتي مش قصدي ان انا اسف على حد ولا عمري دي كانت نيتي. قول والله اقسم بالله العظيم يعني انا عمري ما طلعت كتبت كنت ساعات بفتكرك بتتعمد تسف على الناس. اقسم بالله لا اقسم بالله انا كان بيبقى متضايق. انا كنت فاكر كده ما اعرفش. انا لو انا قاعد احنا كنا قاعدين قبل ما نخلص احنا كنا عاملين نتكلم بنفس الطريقه دي. بالعكس احنا بنتكلم هنا مثلا يعني براحتنا اكتر. ايوه صح يعني انا لو هاخد راحتي بجد فعلا في حاجه ما ينفعش دلوقتي بالظبط دي حقيقه. لكن انا لما بطلع مثلا حلقه انا فعلا بتغاظ من اللعيبه قوي بتغاظ منهم قوي. ليه؟ انت ما ينفعش اولا ما ينفعش انك تحطني في جمله ان اسلام ممكن يهد استقرار الاهلي. اسلام يهد استقرار الاهلي. معلش يعني انا مين يعني عشان بس الواحد يجيب مشاهدات فكده يهد استقرار الاهلي. ما تسمعنيش لو انا بهد استقرار الاهلي ما تسمعني. لكن ان انت تبقى عايز تسمع رايي انا عمري ما سمعت الكلام ده عن الناس الموالين للاداره. انا بشوف ناس يوتيوبر واهلاويه وانا بتكلم منتهى الشفافيه والصراحه. اوكي يوتيوبر اهلاويه وبيدجات اهلاويه هي دفاع عن النادي الاهلي. وعلى فكره هو ده الصح ان احنا نفضل ندافع عن النادي الاهلي بس مش في موقف تضر النادي الاهلي وانا اطلع ادافع عنها. ما يبقاش في لاعب سيء وانت مطالب ان انا ادعم لعيبه النادي. لا ما عنديش دي خالص مش بتاعتي دي نهائي. الدعم العشوائي ده انا مش بتاعي. لا لازم ندعم ونقف في ظهر الفرقه لحد ما الحساب اخر الموسم. الجروب نفسه لما كان موجود كان رافع قبل كده بانر كبير يعني الزمن عفى على الحساب اخر الموسم دي. مش حاجه اسمها حساب اخر الموسم. انا وحش. فانا لما بنتقد لعيبه الاهلي يشهد الله اقسم بالله دي نيتي اللي من جوايا حتبني. لا عمري كتبت افيه على لاعب ولا انا هطلع اقول على اللاعب ده كده ولا ده صفر ولا هتصدق ان التقييمات حتى ما بكتبهاش وقت يعني قبل الماتش بكتبها وانا بصور فعلا. ببتدي افتكر اداؤه ده كان ايه فبكتب بناء عليه. ماشي. اللي بيجي ده بيجي براحته. الفتره اللي فاتت زي ما بقول لك اتكلمت على امام الجمهور فئه كبيره من جمهور الاهلي زعلان مني. ليه انت ازاي تقول على امام كده؟ انت اتهاجمت جامد طبعا وناس عملت واهلاويه كتير. باشا انا لسه كنت بحكي لك قبل ما ادخل معاك كنت في مول مصر وقابلت حد من اللي عملوا عليا فيديوهات وكان بينتقدني. لقيته بيقابلني بيقول لي دي ازيك عامل ايه؟ بقول له حبيبي. بيقول لي ده انا لسه بقول له انا شفتك فين قبل كده. وشه فعلا مش غريب عليا. قال لي انا لسه كنت مقطع فيك في حلقه فتخيل واقف قدامي بيقول لي كده وانا معايا مراتي وابني. قلت له ليه؟ عملت ايه؟ بلاش الصراحه الاوفر دي اصلا بقول له عملت ايه؟ قال لسه كنت انتقدت امام قوي زياده. قلت له ايه اللي انا انتقدته فيه؟ ده انا مديله يعني مديله ارقام مش مديله صفر مثلا. وانا مش محلل ان انا ابقى رايي ذو اهميه قوي يعني حتى لو متشاف من الذنب يعني حتى لو رجعت ما اجيبش مشاهدات انا عادي انا هفضل زي ما انا كده يعني. قال لي اصل انت بتدوس. قلت له طب انا عامل حلقه اهو بص انا بقول عليه ايه من كام يوم وريته تاريخ اقسم بالله بس على دماغي. قلت له طب انت ليه قلت كده عليا؟ اصلا ما شفتش الحلقات دي ما شوفكش بتتكلم على امام كويس خالص. اكيد ظهر له فيديو كده عشوائي هو الريل بص الحركه اللي دايما معلش سيبني بتكلم في الحته دي بقى ايه لان جمهور الزمالك بياخد مني ريل يقصه على انا بنتقد امام. هو ما يقدرش جمهور الزمالك مثلا ياخد وانا بنتقد النادي عنده. مش هياخد وانا بنتقد لاعب عنده. مش هياخد الحته دي. ابتدوا ياخدوا حته بالونه دلوقتي وينزلوها عندهم. طب ليه ما خدوش الحته بتاعت السوبر الافريقي ان الزمالك كان احسن مننا وهم اللي يستحقوا البطوله لا دي خدوها جمهور الزمالك. هم هياخدوا الحاجات اللي بتبقى في الصالح. طب ما ده طبيعي اسلام. ما ده طبيعي حلو. انا مش قصدي كده. انا قصدي ان جمهور الاهلي مش عايزك تتاثر بالحته دي. لازم تكون اتفرجت على محتواه. ما ينفعش اقول كريم انت بجد انت محتواك وحش قوي انت عمال تنتقد في فلان. تقول لي انت مثلا اتفرجت على ايه؟ اقول لك شفت لك ريل بصراحه منزله بيدج كذا كذا. تقول انت شفت الحلقه ساعه مثلا. لا والله ما شفتهاش. فده معلش انا بشوف الناس دي ناس ظالمه. واغلبيه الناس اللي بتحكم عليها في ان اسلام بيهد واسلام بينتقد هي الناس اللي ما بتشوفش الا ايه ريل جمهور الزمالك واخده. هو حقه انه ياخد واحد بينتقد لعيبه النادي الاهلي وانا هعمل كده وهفضل بعمل كده. ليه؟ لان انا مش علشان انا قاعد بفكر وانا حاطط الكاميرا قدامي يا لهوي لو انا انتقدت لعيبه الاهلي النهارده ده جمهور الزمالك هياخد الحته دي ويحفلوا بيها في الاهلاويه. ولا بيشغلني. انا يشغلني ان انا في لاعب سيء النهارده مقصر في حق النادي الاهلي اطلع اقول كده. لان انا بعمل حلقات كويسه كتير على لعيبه الاهلي بقول مثلا ده امام ده وبقوم اقف لهم واعمل لهم تعظيم سلام. وحلقات مخصصه ليهم. مفيش واحد بياخد الحته دي ينزلها عنده.
يقول لك بص اسلام ماسك امام ايه مطلعه السما، اسلام النهارده ماسك بن شرقي مطلعه السما، هتاخدني وانا بنتقده بس، لا يبقى انت كده راجل ظالم وانا مكمل في طريقي زي ما انا وخلاص. عشان هم بياخدوا الحته اللي هتعمل مشاهدات من الاخر. بالظبط لسه كنت اقول كده. طيب يبقى انت كده راجل. طب حلو، انا بقى ده بيضايقني عبد، سيبك من الناس اللي بتاخد الفيديو، ده مش ذنبك بقى. الناس اللي بتحكم على الفيديو بقى هم مش عارفين القصه دي كويس، ان انا اصلا بعبر عنها النهارده دي، انا مبسوط قوي ان انا بعبر عن الحته دي يا باشا خد راحتك، لان دي ظلماني قوي. برنامج والله العظيم مبسوط ان انا اول مره اتكلم حد يديني مساحه ان انا اشرح النقطه دي. اقسم بالله لعمري تعمدت ان انا اقلد حد او ان انا اطلع استظرف على لعيبه الاهلي. دم تقيل دم خفيف هي لنفسي، وانا بطلع دي طريقتي اللي بتكلم فيها. ولو انا وانت قاعدين بنتفرج على ماتش جمعتنا الصدفه هتبقى تلاقي نفس طريقتي، لا بغيرها ولا بعملها ولا انا كاسلام هفضل اقولها ههد استقرار الاهلي، لان الاهلي عنده رجاله اللي تعرف تحط على اسلام وتعرف تسكت اللي ما يسكتش وتعرف تدافع عن النادي الاهلي. والاهلي له جمهور، مش طبعا كل جمهور الاهلي كده، لكن الاهلي عنده ناس هي اصلا الاهلي غلط ما غلطش احنا نفضل برضه مع النادي الاهلي ولا احنا افضل. انا دي مش سياستي في تشجيع الاهلي، لما في غلطه تؤثر على النادي الاهلي زي غلطه 11 مارس اليوم الصعب على جمهور النادي الاهلي لازم انا اقف فيها. في ناس طلعت بررتها واحنا معانا حق واحنا نصبر، ومش كل واحد حر في طريقته. دي طريقتي. النادي دون حصل له انا بقول لك كارثه انك تخسر منك 6 نقط. هتقول لي شفتها ازاي؟ هتقول لي حاضر، هتقول لي الثلاثه اللي في الاخر اتشالوا. افتكر وانا قاعد معاك اهو مش هيتشالوا، مش هيتشالوا. ده يبقى ظلم. الاهلي لا ده يبقى ظلم بقى. لا ده هيتضافوا عليه. لا يعني قصدي لو ما اتشالوش يبقى ظلم. ما هو هيتشال ما يعرفش. انا بقول لك اهو. طب اسالك خدها منها مش في حصريات. اسالك سؤال بيتقال في كل البرامج دلوقتي، تمام؟ ان الثلاث نقط دولت يقال ده اللي بيتداير، يعني الثلاث نقط دولت مربوطين بالنتائج. هل ده ينفع؟ ان مربوطين ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس ده بيتقال مش بالنتائج، لا بنتيجه ماتش بيراميدز وبنتيجه مش عارف ايه. هل هي ماشيه كده؟ هي مش ماشيه كده. اولا رايي في الموضوع كله ماشي. عشان برضه بدلك الموضوع خد مساحتك. بس كده. رايي في الموضوع ده من يوم 11 ده كان قرار، وما بغيرش رايي في الحته دي، وعارف ان ممكن الناس تزعل، بس ده انا قلته، الناس مش هتزعل تاني لان انا قلت القصه دي. ماشي. اولا ما ينفعش ان انسحب، وصفته بان هو اغبى قرار في تاريخ النادي الاهلي بالمعنى الحرفي. شفت انا شفت طبعا يعني لا يصنف عندي الا كده. كل شيء من بعد القرار حتى تبين انك ما معكش حجه. ما ينفعش ان انا انسحب قدام الزمالك اللي انا كنت واخد الحته دي ان هو بينسحب قدامي. ايوه يا منسحب، ايوه مش عارف ايه. طب والزمالك يقول لك انا والله ما لاعب ماتش سيراميكا، بعدين اقول لك كذابين هتلعبوا يا حنفي، فيقوم رايح لاعب. فالدفه دي تتحول عليا انا، وانا من 96 قادر عبد العظيم وجمال غندور وانسحبوا، 99 ايمن عبد العزيز وانسحبوا، مرتضى منصور والاتوبيس وانسحبوا، مش عارف مين الاخيره وانسحبوا. انا عايش على ان الزمالك هو اللي بيعمل اللقطه دي. فلما الموضوع اتنقل عليا انا ابقى راجل مدلس لو قلت ان انا لا انا معايا حق، سطلت بالتحكيم مش انا ما عملتش كده. ومش والله العظيم مش بقول كده عشان كل الاحترام والله. والله انا ابقى راجل مدلس وقلت لا بص لا احنا كنا عايزين حاجه تحكيم اجنبي. طب ما الزمالك كان عايز مش عارف ايه، ما انا هفضل هرجع اللي كان عايز زي ما انت كلمه اخطاء تحكيميه تقديريه. في موقف واضح قدامي انا ما روحتش الماتش، لا اصل هو مش انسحاب، هو عدم ذهاب. معلش انا اسف ممكن ده برضه زعل حد مني، انا مش بتاع الجلوانه دي في الكلام والمايع. انا مش مايع. انا كلامي واضح. انا كنادي اهلي اروح والعب بحكم مصري وصعد بعدين وانزل اكسب او اخسر او اتعادل، وبعد الماتش صعب بدليل بقى. اقول لك ليه كلامي هنا بقى، انا كلامي هو المنطقي. لان كل حاجه حصلت من يوم 11 مارس لما عملت الحلقه النهارده اللي اتحققت. قلت لهم لا هيكمل الدوري، لا يلعب. كنا كلنا عارفين انه هيكمل يا اسلام. لا كان في ناس متاكده. لا انا عمري شكيت ما مش كل الناس. في ناس كانت تقول لك مستحيل يلعب الدوري. خلاص كابتن الخطيب ايوه طلع المدير التنفيذي سعد الشلبي قال مش هنكمل. بص الكلام ده دلوقتي بيني وبينك، لكن يومها 11 و12 13 14 والموضوع نار. والله 95% من جمهور الاهلي مستحيل نلعب معاهم الدوري، مش هنلعب. اقول لهم يا جماعه ما نفتحش صدرنا، هنلعب. ما دي مشكله ان الناس مسلمه نفسها لان ايه، احنا نفس فكره المبادئ وبتاع، احنا عمرنا ما غير كلامنا. الناس مسلمه دماغها ان ايه، اكيد اللي كان بيتقال اكيد اداره الاهلي عارفه هي بتعمل ايه. ايوه ده غلط بقى. ده اللي اتقال. اكيد معاهم دليل، اكيد معاهم. حتى انا قلت حتى لو اداره الاهلي معاها دليل، يعني معاها دليل انزل العب الماتش، ما تنسحبش من قدام الزمالك. ليه؟ لان انت حتى معاك دليل لايه؟ ان هم ما جابولكش حكام. الزمالك ماله؟ انت انسحبت من قدام الزمالك. ايوه معاك دليل ان بيراميدز بيكسب بالحكام زي ما اتقال الدوري موجه. ما نقدرش العب قدام الزمالك، مش دعوه بيراميدز. خد حقك من ماتش بيراميدز، قول انا مش لاعب. اما تنسحب من قدام بيراميدز ما توجعنيش زي الزمالك، زي ما توجعني قدام الزمالك. مش ان هم يحفلوا علينا، مش القصه دي خالص نهائي.
لكن يوجعني ان انا اهلي انسحب من المباراه، يوجعني ان انا اهلي ان انا ما اشوفش فرقتي نازله. والناس الكبار في جمهور النادي الاهلي، الكبار القدام بتوع المدرج، فيش ولا واحد فيهم قال عكس كده. حتى جمهور الاهلي على فكره اللي كان مؤيد، يعني في جمهور 95% مؤيدين للقرار، بس كانوا بيقولوا ايه وقت تأييدهم؟ احنا مش مع القرار ان احنا ننسحب، بس احنا هنصبر نشوف الاهلي هيوصلنا لفين. في ناس كانت متخيله ان الماتش هيتعاد، في ناس كانت متخيله ان الماتش ان انت مش هتخصم منك 3 نقط في اخر الموسم، في ناس متخيله ان احنا مش هنكمل الدوري. ماشي. كل ده انا لخصته في الحلقه، قلت هنلعب الدوري. اتحط علينا في وصمه عار انا اشوفها ان احنا ننسحب من المباراه، عمرها ما اسوأ قرار في تاريخ النادي الاهلي. هتكمل الدوري، هيتخصم منك ال3 نقط اللي في الاخر، طلع قرار اللي هو وتحمل تبعات قرارك. بس خلاص، هو مجلس الاداره هو حاليا بيتحمل تبعيات قرار، هو قرار مش مدروس، وكل المجلس مش موافق عليه. الاعضاء 10 مش ال10 رفعوا ايديهم احنا موافقين على الانسحاب، عشان بس تبقى وصلك الصوره يعني. ماشي. وين ما خصمش 3 نقط في اخر الموسم بجد هتبقى وحشه قوي. انا طبعا في ناس بقى بتقول لوايح، لان انا برضو لما طلع القرار ده قلت يا جماعه احنا القرار ده كويس ان الاهلي، انا بتعامل مع الزمالك وبيراميدز كاداريا مش جماهيريا، اداريا الناس دي لو لقوا الاهلي يعني واقع في الارض مفرفر هيكملوا عليه ويدوروا على خنقته. فانا لو انا خدت حقي بطريقه غير مشروعه، يعني مثلا ان انا اخد ال3 نقط اللي في الاخر، طبعا هقول مش من حقي، لكن في نفس الوقت المنظومه دي كلها يعني ما فيش حد انا يملى عيني في الكوره بصراحه، وكلها دايره من تحت الترابيزه. بس ما قيل تمام من مش عارف من ايه اللي جه اللي طلعته، مش عارف الرابطه ولا ايه، مش فاكر مين اللي قالها، يعني ان احنا مش هنخصم ال3 نقط دولت عشان الاهلي كان عنده ظرف استثنائي او ظرف قهري، ودي الحاجه اللي خلت الناس كلها ده زلزال او بالظبط، او مش عارف، دي اللي خلت الناس كلها تهاجم القرار. يا باشا ما فيش ظرف قهر، الاهلي قرر بمزاجه ان انا مش عايز الماتش، يبقى زي ما خصمت من الزمالك والزمالك سكت وقال لك تمام لازم تخصم. هي اصلا ما ينفعش تيجي اخر الموسم وانا اهلاوي، انا ما انبسطش القرار لسه ما طلعش، لو في الاخر انا العدل اللي جوايا والكلام الحقاني. لا انا مش عايز الاهلي ما يتخصمش، اتخصم مني 3 نقط في الماتش الزمالك، ده طبيعي، ده هيبقى مغمض. حتى لو الاهلي مش هيلعب افريقيا، وفي اخر ما يلعبش افريقيا يا باشا، القانون قانون يمشي عليا، ماشي، عشان لما انا اجي السنه اللي بعديها يحصل نفس الموقف اللي هو حصل، ما جيش تقول لي بقى لا وهننسحب يا باشا. طبق عليه طب كنت طبق الكل. وعلى فكره جمهور الاهلي يفضل كده يا باشا، طبق عليها مبدا معروف، ما بيقولوا في اللائحه مش عارف اتعدلت، الفريق اللي ما دخلش الاستاد، انا ما اعرفش الكلام ده. انا ما فهمش لوائح، اقصد عشان ممكن الناس تقول لك لا انت مش فاهم لوائح يا اسلام، ده احنا فعلا ما ينفعش يتخصم مننا ال3 اللي في الاخر. احنا مش خبراء لوائح يعني، انا مش خبير لوائح بالظبط. انا مش خبير لوائح، لكن اللي انا شفته في سوابق تانية للنادي المنافس بتاعي، اسلام مادي خبير لوائح. انا مش فاهم اسلام العمايره مش فاهم حاجه. فانا يا جماعه لا، طبق عليها القانون، ما تطبقش. هم بقى الاهلي عرف بالقوه، عرف بالتراضي، عرف بالكلام ده مع مجالس ادارات الانديه دي مصلحه. ما هي الفكره ان مجالس وصلت كامله كده. مجالس ادارات بيراميدز وزمالك هم اصلا الطبيعي ان هم ما يسكتوش، لان القرار ده بيأثر عليهم بشكل مباشر. بس انت بيهدد بيراميدز والزمالك. ايوه يا باشا، ايوه انا متضرر بشكل، انت عارف لو انا الزمالك وبيراميدز مثلا مش قريبين، اصل انت بتتكلم الاهلي خصم منه 3 نقط اللي في الاخر، والزمالك كسب كل ماتشاته. الزمالك والاهلي كسب كل ماتشات الزمالك، هو خد الدوري. لا مش هياخد الدوري. لو الزمالك كسب، لو بيراميدز كمان كسب كل ماتشات، لو بيراميدز وقع والزمالك كمل كسب، الزمالك ممكن ياخد الدوري. هو الفرق كام نقطه دلوقتي؟ الفرق 6 نقط. 6 نقط بالظبط. لا بكلمك على الاهلي 3 نقط. في الوضع الحالي انا تاني الدوري، لو انت لسه بقول ده اللي بكلمك فيها، ما اتكلمش على قصه منافسه على الدوري. لو انا ما خدتش دوري على افريقيا على الاقل، انا بقالي 3 سنين ولا 10 6 نقط موجودين. 6 نقط في ارض الملعب، كوره موجوده. لا بيراميدز عنده 6، وخلي بالك الزمالك هيلاعب بيراميدز بالظبط. بيراميدز بالنسبه له ان انا اكسب الزمالك، اكسب بيراميدز، فضيقت الفرق معاهم ل3 نقط. لو بيراميدز وقع وانا كسبت، يتخصم منه 3 نقط في اخر الموسم، يبقى انا كده بقيت الثاني رسمي وبقى لي 3 نقط. يمكن بيراميدز يخسر في الماتش واخد الدوري انا. طب السؤال اللي داير بقى بمناسبه الموضوع ده، عشان لسه انا شايفه دلوقتي، ليه الناس بتقول ان الزمالك هيفوت الماتش البيراميدز؟ ناس كتير قوي بنتكلم في الموضوع ده، والاهلاويه لا يا جماعه خلاص كده الزمالك هيفوت الماتش وبتاعه، عايزين بيراميدز ياخد الدوري. الزمالك بينافس. طبعا لا خليه يرد، انا عايزه يرد على السؤال ده. لا انا بقول الزمالك، انا بقول بس ان الزمالك لو دخل المنافسه عمره يعمل كده. ماشي. كاهلاوي الزمالك لو وصل لماتش بيراميدز وهو لسه في المنافسه، ما نعرفش الظروف هتبقى ايه. اولا ورقيا على الورق بيراميدز احسن من الزمالك، على الورق بيراميدز احسن من الزمالك، والفرقه بتاعه كوره كويسه، وانا قلتها في اخر حلقه، لا بيراميدز يستحق الدوري فنيا السنه دي، يستحق كده. فانا راكن الموضوع الفني على جنب. ماشي. لكن كسوابق انا شفت حاجات بقى بعيني بقى، معلش. الزمالك والاسماعيلي ده تاريخ كبير، ورد انت زملكاوي براحتك. اسلام مهدي يتهم الزمالك والله العظيم. لا والله لا، اصل التاريخ ده انا عشته قدام الاسماعيلي في ماتش انا مش هنساه، ماتش دوري سيد عبد النعيم. الماتش ده كان خلاص، والاسماعيلي كان كويس جدا، والاسماعيلي الطبيعي يعني المفروض ان الاسماعيلي هو اللي يكسب،
واسماعيلي كورته كويس. الزمالك حسام عبد المجيد جاب جول لما عرفوا ان الاهلي انتهى الشوط الاولاني ان سيد عبد النعيم في جايب جول. سيد عبد الرازق بازوكا اللي قال لك صريحه كده، قال لك احنا ماتشات الزمالك بننزل بنشوف مين اللي مصلحته في الدوري في الجدول بيننا وبين الزمالك. مش عشان بس ده زمان، انا بتكلم بقى دلوقتي وكل وقت. لا انت شفت ان في ماتش ما بين الزمالك وبيراميدز اتفوت؟ على فكره ماتشات الزمالك وبيراميدز دايما بتخلص تعادل، فانا ما اقدرش اشك في نزاهه. لا مش على طول، تفويت يا اسلام، مش على طول، بتبقى كلها لعب كوره. انا بكلمك الزمالك واسماعيلي، لكن دلوقتي بس بص خلينا منطقيين. ماشي، الزمالك وبيراميدز دلوقتي هم عم ماسكين ايدين بعض. طب ليه ضد الاهلي في اي حد؟ انت ليه ماشي اتفق معايا، ما عنديش مشكله. ماشي، ما هو برضه سؤال في الحته دي، انت ليه او انا كاهلاوي شايف ان في بيراميدز عامل حاله انا مش حاببها في الدوري، مش عايزها في الدوري كبيراميدز. كنادي، انا نادي كارهه ومكروه، مش عايزه ينافس معايا، استثماراته دي لا، انا مش حابب وجوده في الدوري. ليه قطاع كبير من الاهلاويه شايفين انا مش عايز بيراميدز معايا في الدوري يا عم؟ لانه نادي مش عايز اتاسس على كراهيتي، ما تاسسش على انه ينافس. انا بكلمك بصراحه، بكلمك اللي انا بقى عايشه. ده نادي اتاسس يعني معلش مع احترامنا بدايه تاسيسه ان احنا هنجيب نادي ونجيب في لعيبه ونجيب كينو ونجيب رونالدينيو محلل ومدحت شلبي مش عارف ايه ونجيب من هنا ونجيب مش ده علاقته بقى بالاهلي؟ ايوه طبعا النادي، ما انا عارف النادي ده اتاسس لكده. ايه علاقته بالاهلي؟ ايه لا معلش علاقه بالاهلي. دي معلومه يعني ولا تحليل إيه؟ ان هو اتاسس عشان كده؟ طبعا معلومه ايه دي واضحه لاي حد، المفروض زملكاوي يقول نفس الكلام. بسالك باخد رايك ليه؟ يعني معلش انا عشان بس دي مواضيع كبيره ومواضيع اكبر مني. مش عايزين نقفل القناه، احنا لسه بنبدا في النقطه دي لسه بنبدا، ما تقفلش القناه. بالظبط كده. انا مش عايز اتشعب في النقطه دي. لكن بيراميدز احنا كان في مشاكل مع اداره الاهلي وحد المسؤول اللي كنا بنتكلم عنه، فبالتالي انا هجيب نادي واعمل نادي ويبقى عند لعيبه وانافس الاهلي وابتدي استقطب واجيب لعيبه النادي الاهلي. ومفيش واضح جدا ان قبل كده برضو كان يبقى دعم للزمالك اللي هو كان دعم بكين سوري فرجاني ساسي وبتاع وجيل كبير. فاحنا عرفنا ان النادي ده رايح فين، انا هدعم هنا وهبني هنا عشان الم هنا. المهم ان الماتش ده، وفعلا ماتش الاهلي وبيراميدز هو اكتر ماتش سخن في الموسم، وانا اسف في التعبير بيحزقوا عليه قوي بيراميدز في الماتش ده كاداريين وكانوا كلهم اهلاويه اصلا. يعني ممدوح عيد ده اصلا كان في الجروب يعني. فالناس دي كلها بتبقى داخله الماتش ده انا عارف ان مش هنقول اتاسس على كده، لكن بالنسبه له هو ماتش الاهلي. قصه حسين الشحات دي، اما الشيبي وحسين الشحات، انا اشوف انها قصه تدين حسين الشحات جدا. كل جمهور الاهلي، اغلبيه جمهور الاهلي قال لك غلط. لا يا اسلام، لا يا اسلام، لا لا الجمهور كله كان بيدافع عن حسين الشحات يا اسلام ومش بيغلطه. لا احنا انت راجل محترم يا عم وانت بتقول له حد. لا ما انا بس انا صعب بتكلم باسم الاهلي، فلازم ابقى انا بتكلم برضه عن جمهور الاهلي. لا جمهور الاهلي في فئه كبيره، في 100% من جمهور قال لك ان اكيد ما حدش هيقدر حد يسبله الدين، ماشي، بعيدا عن الاهلي والزمالك. وقال لك ان مثلا برضه انه يعمل كده دي غلطه، الاهلي عاجبه والاتحاد يعاقبه والموضوع يفضل يعاقبه ايا كان الاسم. بص هقول لك على حاجه، لكن ما تجيش القصه دي لو دخلنا فيها مش هنخلص. ده كلام عشان كراهيه بس الجمهور قال كان كل ماتش ايوه يا حسين اديله، ايوه مش عارف ايه، ايوه عيط يلا، ايوه والراجل يا جدعان مشتوم ومضروب وبتاع ومتهان برضه زي ما في مثلا جماهير تانية ممكن تكون زي هم مثلا بيبقوا واحنا ما بنقراش، ما احنا بنشوف اي موقف مع الاهلي من بيراميدز الراجل يا حسين لازم ياخدوه لازم ياخدوه في حته تانية بعيدا عن كره القدم. هخرجه بره سياق كره القدم، هتحالف مع الشيطان ضدك. فحتى لو الجمهور قال لك احسن ان انت ضربته، على فكره كل الناس ان انت ضربته اصلا مستفز وعمل بس ما يحقلكش انك تسب له ولا حق انك تمد ايدك عليه. الموضوع وراح بس دماغه، والموضوع خلص برجوله وبعقوبات، والاهلي عاقب واتحاد الكوره عاقب ايا كان العقوبه الناس شافتها مايعه. الموضوع كان المفروض يتقفل عند الحته دي. ده موضوع مهم ان انت تشتغل عقوبه مايعه. ده معناه بقى ان ايه؟ ان انت بتجامل. ده اللي بيتقال بتاع ايه؟ ان انت بتجامل الاهلي، ان العقوبه مايعه. المفروض عقوبه لو يعني اي ده لو يعني معلش في لعيبه في الاهلي اتوقفت ماتشات اكتر من كده على حاجات اقل من كده، صح. وفي لعيبه عملت حركات اسوأ من اللي عمله حسين وسبوا، حركات خادشه للحياء بره مصر، وعملوا حركات بتتحط على تيشيرتات بدون ندخل تفاصيل انديه ثانيه. اتحطت على تيشيرت ولاعب عمل حركه خادشه للحياء قدام كل الناس بره مصر وقالوا ايوه كده اديهم على عينيهم. فاذا هتلاقي جمهور رايحه جايه وهتلاقي جمهور من الناس قالوا لي لا احنا ضد اللي هو بيعمله ده اصلا. بالظبط. فده طبيعي. والسوشيال ميديا انت مش هتعرف تاخد منها الاراء 100% موحده. صح. لان الناس هتقول لك حسين صح 100%، لان الناس مش شايفه ان مثلا امام عاشور حقه ان هو يجي. في ناس قالت لك 100% انا مش طايق امام عاشور، لعب ما لعبش انا ما بحبوش بس بدعمه عشان في الاهلي. فسيبك من حته الجمهور دي، انا بكلمك من وجهه نظر انا. لا كل لعبه بتغلط وكل لعبه بتعمل. بيراميدز انا هرجع تاني لقصه بيراميدز، مش معلومه لكن هو باينه واضحه للناس كلها انه نادي بيشتري عداوه الاهلي، لان كل انديه مصر كده مع الاهلي. مفيش ده انبي بقى يدي لعيبه للزمالك وما بيديناش لعيبه. ايمن الشريعي يعني كل انديه مصر الاهلي وحده ضد الانديه دي. مفيش الاهلي ما بيعرفش يحط ايده في ايد نادي حتى لو بيتعامل مع انديه باحترام. هي كل انديه شايفه ان انت النادي الاهلي ده اكبر نادي، فانا لا هديك لعيبتي ولا هبقى كويس معاك، والتحكيم عايز تحكيم مصري رغم ان انا بشتكي منه ادم ده ضدك. فانا دلوقتي لما يجي ماتش بيراميدز عشان بس يجي حته الزمالك وبيراميدز تاني ماشي فلا هو ماتش الزمالك وبيراميدز ايه طبيعي جدا لو الانديه دلوقتي كلها
اوميدو والناس كلها بتقول لك احنا احنا والزمالك مع بعض نصدر بيان عشان ال3 نقط بتوع اخر الدوري. يبقى انت عايز تقنعني ان الزمالك لو بعد عن المنافسه شويه والاهلي مثلا والزمالك بيلاعب بيراميدز وبيراميدز خلاص مهم قوي ال3 نقط بتوع ماتش الزمالك، هل انت متخيل الزمالك يلعب بحميه قدام البيراميدز؟ ما اعتقدش. انا عن نفسي ما اعتقدش، وخصوصا كمان فنيا اصلا يعني هو بيراميدز اقوى قوي وبعيد قوي ان هو وسهل انه يكسب الزمالك. ماشي، لان هو بيجي ماتشات الاهلي برضه يبقى قوي، يبقى مهدد للاهلي. الماتش اللي كنا خسرانين 2 وتعادلنا فيه كنا نكسب يعني علميا على الارض سكواد بيراميدز اقوى سكواد في مصر يعني. بالظبط، بس سكواد قوي مع ان سكواد الاهلي كاسماء اعلى، ان هو بيراميدز برضه جايب لعيبه اسمائها قويه بس عندهم لعيبه فارقه معاهم قوي قوي. اللعيبه مهاراتها حلوه بصوا في نص الملعب عندهم مين كواليتي عالي قوي. فانا بقول لك ماتش الزمالك ممكن مش يتفوت يعني. انا مش هلعبه بحميه قوي يعني، لو بيراميدز كسب ما يكسب عشان الاهلي ما ياخدش الدوري يعني. طب ماشي، ما الاهلي بالنسبه له ان الزمالك ياخد الدوري بس بيراميدز ما ياخدوش. مين الاهلي بالنسبه الاهلي ما يفرقش مع الكلام ده. لا يفرق معاه والله العظيم يفرق معانا. والله لا، انا قريت الكلام ده بنفسي، انا مش بتكلم، انا مش بقول كلام دماغي، انا قلت على فكره انا عندي ان الزمالك ياخد الدوري ولا بيراميدز مثلا ياخد الدوري مني. ايوه ماشي، بس انا ما اعملش اي حاجه توقف الموضوع ده. يعني مثلا لا التحكيم يا رب التحكيم يعمله، او مثلا يبقى عندي مثلا جمهور الاهلي يبقى كله دي فكرته العامه ان انا لا بيراميدز ما ياخدش الدوري. ما هو بالنسبه لي بيراميدز خد الدوري، الزمالك خد الدوري، بالنسبه لي ضرر. انا كده بالنسبه لي ضرر بالنسبه لي انا في اي الحالات ده. بس ضرر ايه؟ ما انتوا عندكم منه كتير. لا سيبك من عندي منه كتير، انا مفيش عندي منه كتير. انا جمهور الاهلي ودي برضو ما فيش حاجه اسمها عنده منه كتير. كنا عايزين نروح للسؤال ده. انتوا ليه ما عندكوش فكره ان الكوره مكسب وخساره؟ حاجه حلوه. لا مش حاجه حلوه، اتعودنا يا اسلام. هي الكوره مكسب وخساره دايما يعني انت عايز تكسب لوحدك. احنا هنخسر. احنا كده خلي بالك اكيد هنخسر. بالك انا اللي قاعد معاك مش هو. يعني مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه انت ولا تكسب ولا تخسر ولا تاخد منك بطوله ده ياخد بطوله. يا عم انا نفسي اشوف المصري بياخد بطوله، الاتحاد بياخد بطوله. يا جماعه مفيش ليه بس؟ وجمهور الاهلي لا انا مش عايز اخسر ماتش، مش عايز اخسر بطوله في الدنيا كده. كل بلد فيها نفسي ده ناديين 3 هم اقوى انديه والباقي ما بياخدش بس لازم اتقبل ان الخساره دي موجوده في الحياه يا جماعه. احنا بنتقبلها كواقع افتراضي. بمعنى ايه يعني؟ انا بتقبل او جمهور الاهلي بيتقبل ان انا بخسر بطوله. لما اخسر بطوله بيبقى قدامي امر واقع انا خسرته، لكن طول ما انا ما خسرتش بطوله انا عندي معتقد في دماغي عند جمهور الاهلي انا ما اخسرش، انا الاحسن. انا نازل لاعب مدريد وجمهور الاهلي عارف ان هو جمهور الاهلي مقتنع ان هو هيخسر، بس انا هلعب يمكن اكسب. دي حاجه كويسه، بس في نفس الوقت لا كويسه ومش كويسه ان انا انا بحارب على المكسب طول الوقت. ده الطبيعي وده العادي، وده اللي انا احيانا كتير كان بيبقى نفسي الزمالك. ولازم لسه اقول لك انا كان بيبقى نفسي، مش هضحك عليك، انا موضوع الدقيقه 90 في دوت انا معقدني في عيشتي ليه. بعد اقول احنا الزمالك مؤخرا بقى بيعرف يرجع في الماتشات، بس انا كنت بعد اقول انا نفسي لعيبه الزمالك يبقى عندها ده. انا لاخر لحظه انا لحد الحكم ما يسافر انا ما بخسرش بالظبط. تمام. الاهلي بيعرف يكسب بالطريقه دي، وانا كان نفسي لعيبه الزمالك تبقى كده. مؤخرا بقوا كده ماشي، بس كان نفسي أنا كنت بتضايق من الموضوع ده فاهم. بس فكره ان هو لا انا بحس ان انتوا ساعات مش بتتقبلوا اصلا الخساره يا اسلام، مع ان يا جماعه لا الرياضه مكسب وخساره. بص هو شاف سؤال واحد بيقول هو ليه الاهلي دايما باد لوزر، يعني لما بيخسر لازم اتخانق. عمرو اديب اتخانق مع الحكم مش عارف اعمل ايه. واحد كان بيسال اولا الاهلي مش دايما ده يعني مش دايما لما بخسر بتخانق مع الحكم، مش دايما لما اخسر بروح اعمل مشاكل، مش دايما لما اخسر بعمل مش عارف ايه. لا الاهلي مش كده. لكن جمهور الاهلي او انا بقى اقول لك بشكل تاني اصلا بروفيشنال عن كده، اللي كنت قلت لك في اول حلقه، اللي هي الكره الحلوه والكره الوحشه. ما ينفعش ان انا ابقى نادي الاهلي بامكانياتي دي والقاره دي كلها وتيجي تقول لي اخسر بطوله افريقيا. صح بالظبط. عشان تبقى امكانياتي بعيده عنكم قوي، بعيده عن الناس كلها، صح، بعيده عن اي مشجع لاي نادي في افريقيا. مع احترامي انا راجل عايش في المغرب، فانا عارف الدنيا ماشيه هناك. لعيبه المغرب ليه بتيجي مصر؟ يا جماعه احنا بندي فلوس جباره. انا كان معايا 3 اصحابي كنت معاهم هناك في المغرب مشجعين للجيش الملكي، ورضا سليم ده انا من الناس اللي كانت شفته في ماتش مدرج في كان الجيش الملكي والمغرب التطواني في الدوري اللي خدوه فيه. فبقول لهم انتوا الراجل ده لعيب قوي. فبعد ما جه رحت السنه اللي بعديها بيقولوا لي هو رضا سليم بيتقاضى كام في الاهلي يعني؟ فقلت لهم رضا سليم تقريبا ممكن يكون بيتقاضى مثلا يعني مش اقل من $700,000 $800,000. ابتدوا يحسبوها عندهم. قال لي فعلا اقسم بالله كنا رايحين برضه ماتش الجيش الملكي والرجاء واحنا رايحين، قعدوا يحسبوها كده. بيقولوا لبعض يعني كان بياخد في المبلغ يعني بقول هو كان بياخد قال لي انا اللاعب ده في الموسم كله ممكن يكون الفلوس اللي بياخدها كلها ما تعديش مثلا $50,000 في الموسم. يا لهوي. بقول لا السنه بس $50,000 دي بالمصري حسبتها ده كده ده احنا عندنا ممكن يكون الناشئ فئه ثالثه بياخد اللي بتتكلم فيه ده. قال لي بجد هو بياخد ده عندكم؟ فالناس كلها مصر قال لك لازم يمشي، ما يعرفوش ان هو بياخد المبالغ دي. ايوه. فانت دلوقتي بتتكلم في لعيبه كتير. احنا كنا بنتكلم في الموضوع كان ايه الاساس؟ احنا كنا بنتكلم فيه الاساس على ليه الاهلي دايما باد لوزر او بيتخانق مع فانت دلوقتي بتتكلم ان فرقه بالامكانيات دي
وكل لعبه بتيجي لك عشان ماديا عشان انت مستقر وبتدفع وبتشتري وبتستقطب كل لعيبه، تيجي تقول لي في الاخر انا اخسر بطوله عادي. وعلى فكره جمهور الاهلي يخسر بطوله بس نشوف اللعبه في الملعب تعمل حاجه، نشوف اللعبه بتقاتل في الملعب. انما في بطولات هتقبل لما تجيب اخرك ماتش باتشوكا باقي لي على الحلم دقايق ولاعب ريال مدريد في الانتر كونتيننتال اللي هي كاس العالم، هلاعب ريال مدريد في فاينل. يا عم بطوله وديه، لاعب ريال بطوله وديه، لا صحيح على رايك، صحيح لاعب ريال خلاص، ده لو لاعب مدريد في بطوله وديه بالظبط هقتل عن كده. يجي كهربا بمنتهى النيني والله العظيم يجي والله العظيم يجي ويشجفوا مدخلينه وما تضحكش من ورا الكاميرا. انا اصلا اول ما انا كنت مصوره عندي على الستوري، كنت في الماتش صورت ضربات الجزاء، بقول يا نهار ابيض كهربا قفلت، عارف انها تضيع. انتوا متخيلين كهربا يا جماعه؟ انا كنت متاكد انها تضيع، لاعب طول الماتش مضيع. لا بص نفسيا انت راجل لعبت كوره، يعني انت اصلا مضيع واحده الجمهور كله في الملعب كان زايم عليك ومستواك زي النيله، ورحت بانفراد بعديه وعمال تلف حوالين نفسك. صعبه بصراحه، صعبه. وقع لفاه في الارض لفه مضحكه جدا. كريم تفكرك بشيكابالا في برضه نطلع على الكوره في السوبر المصري. انا اتشتمت شتيمه اليوم ده. ليه بقى؟ لان انا عملت زيك، طلعت انا بعدها وكتبت بوست وقلت كده ان انا بعشقك وانت الاسطوره وانت اكتر لعيبه وكل الكلام الجميل ده، بس كفايه كلها بتضيع يا جماعه يعني صباح الفل. شتيمه وانت بتهد الشيكابالا وانت بتهد النادي وانت فرقت عن الاهلاويه وانت بتجامل. يا جماعه جامل الاهلاويه، هو انا داخل هو انا عضو مجلس اداره يا جماعه، انا مشجع عادي، ده رايي. هي الناس مش الناس بقى مش متقبله رايك. الناس بص، جمهور اهلي والزمالك ان ما قلتش كده هيهاجموك، وان قلت كده هيهاجموك. ان انا كزملكاوي قلت حاجه على الاهلي، جمهور الاهلي يخش يسب فيك. وان انا كزملكاوي انتقدت حاجه في الزمالك، جمهور الاهلي يخش انت بتجامل وانت انا عموما في السوشيال انت مش عارف تقول رايك. هو عموما السوشيال ميديا عمرك ما هترضي كل الناس 100%. صح، عمرك ما هترضي الناس 100%. هتقول اي حاجه لازم هتلاقي فئه كبيره موافقه وفي فئه مش موافقه. جمهور الزمالك في فئه كبيره موافقه على قرارات، في ناس على فكره من جمهور الزمالك كتير جدا قالت ما زيزو يمشي. ليه بنتحال عليه؟ مش كنت لسه بقول لك دلوقتي انتوا عمالين تنفخوا في اللعيب اهو، انت واحد منهم. ليه ما يمشي يا عم؟ بتحالوا عليه ليه؟ على فكره الشابوني طلع قال كده برضه في حتى لو الناس ممكن تزعل منك، انا بحترم بقى الناس اللي هو يا عم يمشي. لا ما يمشي يا باشا عادي. انا دي امكانياتي. انا دايما قاعد في قصص زي كنت بقول فيها ايه، معلش انا كنت اسال السؤال بعد كده دايما اقول ايه يا عم دي امكانياتي. معلش انت شايف الزمالك لا فيه فلوس ومشاكل اداريه ولاعيبه بتعلى عنهم بفرق شاسع، فانت اصلا انك تطالب مع احترامي طالب ب 60 مليون اصلا في الزمالك، ده كتير. ده كتير. ووالده مش عارف كان عايز ياخد كام، ده كتير. انا شايف ان ده كتير على لعيب مصري اساسا. نعم انا شايف ان ده كتير على لعيب مصري بغض النظر هو بيلعب فين. انا مستكتر الفلوس دي على اي لعيب مصري. انا اقول كده ابو تريكه كان يستاهل كام؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ لسه هقول لك ابو تريكه ده كان يستاهل كام فعلا. يعني لو ابو تريكه وبركات حازم امام كان لسه بيقول كان طالع مع احمد حسن بيقول له لو احنا بنلعب ناخد كام؟ ولا عمر زكي مثلا لما كان في حالته، ولا جمال حمزه ده يا جدعان مش واخد حقه في الكوره. جمال حمزه ده لعيب مالوش حل طبعا من احسن اللعيبه اللي عدت على تاريخ الكوره المصريه. انت شايف ان في لعيب مصري ينفع ياخد الارقام دي دلوقتي؟ لا طبعا. سيبك من دلوقتي، هل ينفع في لاعب مصري يستاهل ياخد 50 مليون؟ انا كنت بتفرج على طارق انت شايف حامد ان ده ينفع؟ كان بيموت في الملعب. طارق حامد كان فاكر ماتش نجم الساحلي لطارق حامد كان عامل ازاي؟ فاكر واحد زي طارق حامد ده يستاهل كام مثلا؟ وقع على الارض بعد الماتش. الفلوس دي كتير قوي على اللعيبه المصريه يا جماعه. بالظبط. وانت بتقدم لي ايه عشان تاخد كده كلها؟ يعني احسن لاعب انت شفته في مصر حاليا مين هو؟ سواء زيزو او امام او حسين او ابراهيم عادل. ابراهيم عادل. انا ابراهيم عادل الناس طالعه بيه السما جدا ولعب كويس قوي فعلا، بس اللعيبه دي كلها يا جماعه ما يستحقش اصلا كده في مصر. على فكره صراحه التعرف ان اللعيبه دي لما بتطلع اوروبا ما بتاخدش اللي بياخدوه في مصر. على اوروبا مش خليج، ما بيستحقوش المبالغ دي على اللي بنتفرج عليه على مستوى المشوف ده يا باشا. انت بتجيب لاعب معلش انت بتجيب لاعب بكام مليون هيجيب لك بطوله بكام مليون مع احترامي. صح. يعني انا جايب زيزو دلوقتي الرقم اللي هيوصل له مبدئيا كده مثلا في ال3 سنين بيقول لك 400 مليار 400 مليون تقريبا 400 مليون ايه اللي الاهلي هياخده افريقيا ومحليا هيساوي كبطولات كده؟ مفيش. حتى انت في كاس العالم مش هتاخد. خد بالك انت عندك لعيبه تانية غير زيزو، انت ما ينفعش زيزو لوحده. بالظبط. انت عندك ناس تانية هتطلب عقودها تتعدى ملايين، هتطلب ملايين. بالظبط. ملايين في لعيبه. الملايين دي شايف انها انت بالناس لسه بنتكلم رامي ربيعه بقول لك انا عايز 25 مليون اهو. ده ضحك وهزار ده بقى. رامي ربيعه 25 مليون مش هتصل اللي بعد يا عم. مش هتصل اللي بعد رامي ربيعه دي صعب. طب انا انت شايف من وجهه نظرك السوشيال ميديا دلوقتي
افضل ان حد يطلع يتكلم عليها ولا التلفزيوني؟ انت مين احسن واحد بتحب ان انت تتفرج عليه، بتحب تسمع له؟ يعني مثلا كنت بتفرج من كام يوم على الكابتن شريف حازم، من افضل الناس اللي بتتكلم. لا استنى بقى، ده انت كده، ده انت إيه؟ كابتن شريف حازم. كابتن شريف حازم لسه عامل اصلا قناه جديده انت جاي فاتك كابتن شريف حازم ان هو بقى لنا 3 ايام بنتكلم عن الموضوع ده بالظبط. نعمل ايه، اجيب المايك منين، اجيب الكرسي منين. هو جلال برضه هو بياخد خبره، هو جلال صحاب فبيتكلموا. انا بحبه جدا كابتن شريف حازم، صديقي من زمان قوي. انا بحب فكره الصراحه اللي بيتكلم بيها دي، بحبها على فكره من زمان كده قوي، من زمان كده. وكان كلمني مره من 5 سنين تقريبا على مروان محسن، كان بيقول لي عايزك تهدى، على ما انا بحب اتفرج عليك ومش عايزك تهدى، فبنبعت سلامنا الكابتن شريف يعني. فانا ردا على السوشيال ميديا ده هقول لك حاجتين. اولا وهقول لك بتفرج على مين برضه. اولا دايما اقولها مستقبل للسوشيال ميديا. اوكي. يعني هات لي واحد دلوقتي مقدم برامج ما عندوش قناه بيعمل فيها بودكاست. كل حتى الضيوف بقوا ضيوف اللي بيجوا في التلفزيون، حتى النجوم السابقين بيطلعوا في البرامج. فاللعيبه كلها نصوحي، والناس دي كلها بيجيبوا لعيبه كوره ويجيبوا ناس مسؤولين اداره. اما مثلا شادي حبشي يستضيف مثلا حد زي الاستاذ محمد الضماطي، حاجه كبيره قوي تدل ان السوشيال ميديا رايحه فين بالظبط. وانا هفضل اقولها وبقولها من 7 سنين. المستقبل للموبايل وللسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هي بعد كده تبقى الشيء المرئي بقوه. اوكي. فلا السوشيال ميديا مهمه جدا طبعا، واللعبه انها تدخل في المجال ده، وان هي شافت ان مش كل حاجه التلفزيون يعني. فاهم؟ بتفرج على مين؟ لا انا تعبان في مخي شويه على اليوتيوب. لكن انا بتفرج مثلا على بعيدا عن الكوره يعني في الكوره براحتك عادي. في الكوره بتفرج على طبعا عايدي. اوكي. طبعا عايدي تتفرج عليه كويس جدا. بتفرج على وسام سالم، يبعت سلامنا الكابتن عايدي. وسام سالم برضو من الناس اصدقائي وبتفرج عليه طبعا. وبتفرج على مين تاني؟ انا مش عايز بس بره الكوره خلينا بره الكوره. معلش طلعنا. لا بره الكوره بقى تلاقيني مثلا اصلا ممكن اتفرج على برامج سياسيه. انا راجل مش ماليش اراء فيها. أيوة. لكن انا بحب اتفرج على تاخد فكره كده عموما، اخد فكره هنا بره. اخبار بحب اعرف اخبار بس. انما كوره في ناس معينه كده لازم استنى رايها مثلا بعد الماتشات اسمع تقول ايه. مين اكتر حد مثلا بيأثر رايه فيك مثلا، او بتحب انت تسمع له قوي كهلاوي او زملكاوي؟ مش كوره يعني بالظبط. مثلا خلينا في المحللين مثلا. ممكن بحب احمد عز جدا وبسمعه لو طالع مثلا يتكلم. عمل لنا فولو على فكره، عمل لنا فولو واحنا اتبسطنا قوي. حبيبي احمد مؤدب جدا، عمل لنا فولو. هو دايما وبيشوف الستوريز على طول. انا جامده احمد عز. بتفرج على الستوريز بتاعتنا. احمد عز جميل، انا قابلته مره في السعوديه، وحد جميل قوي برضه من اصدقائي يعني. بحب احمد عز. تامر بدوي طبعا هو صديقه وصديقي برضه، بس يعني ايه، انا احمد عز بنعمل له اكتر يعني. ممكن احمد عز اراءه اسمعه يعني. وكبرامج مثلا انا عموما الاعلاميين كلهم، انا ما فيش اعلامي يعني بحس ان انا ممكن اخد منه الخبر صحيح 100%. اوكي. لكن اتفرج على ابراهيم فايق، لان ابراهيم فايق كمان بقى عنده تنوع. لا هو بتاعته ما بقاش برنامج بيستضيف واحد، بقى عندي قهوه، عندي مواجهه، عندي بستضيف اهلاويه وزملكاويه. فايش ده لكن ياثر فيا؟ لا انا ما فيش اراء بتاثر فيا. انا رايي من دماغي 100% بحت. ما عنديش حد مثلا محتواه يبقى هو ده اللي انا هسمعه عشان ده بيأثر فيا. اسمعه عشان بحبه. اتفرج على محمد واتفرج على كريم عشان بحبكم، عايز اسمع رايكم. لكن هتأثر فيا رايك؟ لا بالعكس، انا رايي هو من دماغي يعني. بس ما اعرفش دي ممكن تكون غلط ولا صح، او ده فكر صح، بس انا ده فكري يعني. اوكي. حلو قوي حلو قوي. اسلام انا شرفنا بيك النهارده والله. انا مبسوط قوي. معلش ممكن اسال سؤال اخير؟ انا اسف. طبعا. اخر سؤال. انا زعلان انا همشي. ده سؤال مش مني، سؤال من الجمهور برضه. واحد وعدته ان انا لازم اسال. انا لسه كنت اسالك لو في حاجه عايز تسالها نسيها بسرعه. لا بسرعه. واحد اسمه طارق بيسالك بيقول لك سريعا كده، انت متامل، بعيدا ان انتوا عايزين تكسبوا طبعا بطوله كاس العالم دي، هل انت متامل خير في الفرقه دي ولا لا؟ اخر سؤال. لا انا في النادي الاهلي في الفرقه دي متامل حاجه ان انتوا هتعملوا حاجه في البطوله؟ ايه كاس العالم شايف انتوا هتعملوا حاجه ولا لا؟ لو غيرنا مدرب هنعمل حاجه. تمام. باستقطاب زيزو، باستقطاب انت جبت حمدي فتحي برضو، مع ان انا عايز ديونج يرجع وتريزيجيه موجود. اتعملت خط هجوم كاسح. الاهلي محتاج مدافع، وفي ناس بتتكلم طبعا لسه جاي لك ان الاهلي عنده مشكله طبعا في ناحيه الشمال. وانا من وجهه نظري لا تتعالج بعش ولا تتعالج بديبيس ولا تتعالج بيحيى عطيه الله. وحتى ما ينفعش نقول كده ان معلول ده اسطوره بالنسبه لي، وانا والناس اللي طلبت ان هي تكمل. بس حاليا وضع معلول ما يسمحلوش، ما يقدرش يلعب كاس عالم. ممكن لو اتجهز كويس لا بس فرقه الاهلي سكواد الاهلي لسه ناقصه حاجات دفاعيه كتير قوي دفاعيا. في باك ليفت في مصر ينفع يلعب في الاهلي؟ كان واتصاب وكان نفسي يبقى موجود في الاهلي محمد شكري. لسه كده كان نفسي قوي يجي. فتوح لما كان فت صعب شويه. فتوح لما كان فت قوي يعني كان من اكتر الصفقات اللي كنت مبسوط له. كان اسمه مرتبط بالاهلي فتره. طبعا كان وقعد مع ناس وبتاع، بس ده من اللعيبه اللي كان. بس انا متفائل الاهلي في كاس العالم لو اتغير المدرب طبعا. مين اتنين مساكين لعبوا في كاس العالم في الاهلي؟ محمد عبد المنعم واشرف داري.
لا محمد مش هيجي، صعب محمد. ليه مش قالوا هيجي؟ لا مفيش الكلام ده، مش مستحيل، مفيش كده. هو اللي يعني داري موجود طبعا، وتشتري مدافع جنبيه، لا تقول لي رامي ولا تقول لي ياسر ولا تقول لي العش. في دماغك اسم معين مدافع من مصر عامه يعني، حد نفسك طبعا فيه محمود مرعي حلو قوي. محمود مرعي ممتاز، وعمل ماتش على بن شرقي قوي قوي، بيلعب بدماغه قوي، لعب كويس قوي. بس اللي انا مثلا نفسي يجي معانا في كاس العالم، انا مش عايز اقول عشان كريم ما يزعلش، عايز اسمع عم يجي. اقول لك ايوه يعني انت انا هنا انتوا واخدين اللعيبه كلها. في واحد كتب لي كومنت والله، قال له بلاش جوميز، ارحموا اللي جابوه. لا يعني فعلا لو القلق يجي يا عم خلاص كل دي فلوس خلاص يا عم. عارف ممكن يجيب مين مثلا مدافع تاني بالعيد؟ لو جابوا بالعيد انا اتمنى، وسمعت ان هو ممكن يجيبوا بالعيد. لو بالعيد جه قبل كاس العالم انا شايف دي برضو يجيبوا من فريق البلجيكي، يبقى كده الاهلي معاه داري وبالعيد، دولك على باك شمال ونكتسح القاره. سيب بقى باك شمال في الزمالك بقى. ما انا بدور والله، بس مش عايز اضايق كريم. انا مش عايز اضايق كريم. ضايق كريم، ضايق كريم. يا نهار ابيض، خلي الانتاج بقى يمشي كمان. بس بقى يا عم انت خلاص بقى جيب احمد رمزي ما تفكرهمش. بياخد كام انتاج؟ بكامل بنتاج. لا ان شاء الله الاهلي يعمل بطوله كويسه باذن الله، ان شاء الله يعدي من على خير يعني. شرفتنا يا اسلام والله العظيم مبسوط قوي. في جزء تاني طيب؟ بقول لك انا زعلان ماشي يعني انت جزء تاني والله العظيم لو تقولها والله ما تقول لي متاخر، والله انا من ساعه ما قعدت ما بصيتش في الساعه، انا اول مره ابص في الساعه دلوقتي والله. لو تقولها نصور تاني، يلا بينا. طب هقول حاجه، لو الحلقه عجبت الناس والناس كانت راضيه عنها وفي اسئله تانية للناس وانتوا عايزين نعمل حلقه تانية، يلا بينا يا باشا نيجي جامد. عشان كمان نبسط محمد، بيقول لك انت مش عارف ترد. قال لك انا عايز اقول ردود كتير يا جماعه. والمره الجايه لو جيت هنلعب لعبه مع بعض كده، عشان برضه بحاجه مختلفه. يعني معاكم في اي حاجه، احنا جيران جنب بعض. قول لي اسلام بكره عايزينك الساعه كذا بالليل معاك، بس الحقني قبل يوم 30. شرفتنا واتبسطنا جدا جدا، وبجد يعني انا عايز اقول بس ان انا الشخصيه اللي على الميديا حاجه، والشخصيه اللي انا قابلتها حاجه تانية، وانا اتمنى الصداقه دي تدوم والله ان شاء الله تدوم باذن الله، ونكررها تاني باذن الله. حبيبي يا اسلام، جميل وهادي شرفتنا ستايل، وانت ليك ستايل زملكاوي. انا سبته معاك بقى، بس مؤدب جدا، بس من جواك زملكاوي قوي. انا ده اللي يهمني، مش مؤدب، مش انت مؤدب، كلنا مؤدبين. اصدقائي لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وسبسكرايب، وهسيب لكم برضو اللينك بتاع صفحه كابتن شريف حازم الشانل الجديد على اليوتيوب في الديسكريبشن، واستنوا حلقه جايه ان شاء الله مميزه باذن الله، والسلام عليكم.